عليكم ورحمة الله وبركاته. بس طمنوني على الصوت والصورة. في حد موجود بس انا مش عارفة الدنيا ايه. طيب مروة بتقول معاكي. طيب تمام، الصورة كده كويسة. انا طفيت الاضاءة فمش عارفة كده احسن ولا الاول، بس خلينا نبتدي. الصوت كده كويس تمام. طيب هبتدي وانتوا بقى قولوا لي الدنيا ايه بعد شويه. ماشي. فاحنا وانتي كمان والله يا ندى مبسوطه ان انتي هنا ومبسوطه ان انتي هنا يا مروه. بالاضاءه اوضح. ثانيه افتح الاضاءه اصلا. انا في عاده ان انا ما بحبش افتح النور الصبح، فدي عاده سخيفه يعني، فانا ما بحبش افتح النور الصبح عشان كده ببقى حابه ان انا اقعد في الظلام كده. طيب وانتي كمان يا زينب والله وحشتيني، مبسوطه ان انتي هنا. طيب يلا بينا. الصوت ضعيف شويه يعني كده مش واضح، قولولي. اخر كلام عشان ابتدي. صوت واضح ولا ضعيف؟ طيب خليني احاول اقرب الموبايل شويه. اتمنى كده الصوت يكون الصوت تمام. طيب يلا بينا، يلا عشان ما نتاخرش. اللايف النهارده طويل شويه، فاتمنى ان انتوا تجيبوا حاجه كده جنبكم تشربوها، ميه، حاجه تشربوها، مشروب بتحبوه، ورقه وقلم عشان هنكتب كتير. فاتمنى ان شاء الله اللايف النهارده يعجبكم. انا بقالي تقريبا 10 ايام بحضر في اللايف ده، هو مش 10 ايام بالظبط يعني، انا حضرته وكان عندكم اسئله جاوبتها وكل حاجه، وبعدين اني اصوره بقى اللي هو ايه، طب بكره طب بعده، وبعدين قلت لا خلاص انا هطلع النهارده لايف عشان اصور بدل التسجيل، مش نافع معايا يعني، انا لازم ادبس نفسي. طيب اول سؤال هو امتى ابدا ادي ابني مصروف؟ تمام. السؤال ده كلنا تقريبا بنساله لنفسنا. تمام. والفكره كمان ان انا ما ببقاش عارفه انا اصلا ابني انا بديله كل حاجه لازم اديله مصروف ولا مش لازم اديله مصروف. فدي حاجه من الحاجات اللي احنا محتاجين نركز عليها دلوقتي ونتكلم فيها. طيب لو ابنك ابتدى يسال على الفلوس
لو ابنك ابتدى ان هو يهتم ان هو يشتري وعايز يشتري بنفسه، لو ابنك ابتدى ان هو يروح السوبر ماركت ويقول لك انا عايز اشتري بنفسي او انا عايز يكون ليا مصروف، كل الحاجات دي بتدل على ان ابنك محتاج ان هو يكون عنده مصروف. طيب انا بفضل، انا كتفضيلي انا الشخصي، انا كآية، امتى ادي ابني مصروف؟ اديله من سن 6 سنين تقريبا. هو ابتدى يعرف يحسب حاجات بسيطة، ابتدى ان هو يعرف يبيع ويشتري ازاي، حاجات بسيطة طبعا يعني. فانا من 6 سنين تقريبا ابتديت ان انا ادي الولاد مصروف. ده ليه؟ لان انا بشوف انه مهم قوي ان احنا نعلم الولاد عن طريق الممارسة. فلما اقعد اقول له 1+1=2، طب 2 و4 كام، طب ده كله بيكون من خلال البيع والشراء. فانا بعلمه مهارات زي مهارات الحساب، وهنتكلم في المهارات كمان شوية. وكمان من ناحية تانية انه ان هو بيحس بحاجات كتير، انا هتكلم في المهارات يعني بعد شوية. بس من ناحية تانية كمان ان هو انا محتاجة تحت اشرافي ابتدي ان انا اديله المصروف ده، فبتبقى فرصة ليه ان هو يشتري بس تحت اشرافي، تحت توجيهي انا. وتدريب عملي بقى على المهارات، المسؤولية، الانضباط الذاتي، الكلام ده كله. تمام. طيب النقطة اللي بعد كده بقى، هل انا افضل ان المصروف يكون اسبوعي ولا يكون يومي؟ لو لسه بيبتدي ولسه مش عارف قوي قيمة الفلوس حتى لو كبير شوية، خلينا نبتدي باليوم. ليه باليوم؟ علشان اليوم هيخلص مش هيحس بندم كبير لما الاسبوع كله يخلص او يعدي عليه. يعني وليكن مثلا اديته النهارده 10 جنيه صرفها كلها، هيجي بكره هياخد 10 جنيه تانية وهكذا. فالوحده بتاعت اليوم اقل بكتير من الوحده بتاعت الاسبوع. لو انا بديله مثلا 70 جنيه مثلا في الاسبوع وخلصهم في يوم، هيحس انه يا الاسبوع لسه طويل قوي، هيحس بالاحباط، هيحس بمشاعر كتير سيئه. لكن اليوم لما يخلص بتبقى سهله انها تعدي. زي بالظبط لما ببتدي مع حد التخطيط بقول له ابتدي بالتو دو ليست. ليه؟ لان هو يوم، هي الوحده يوم، فانت هتضيع النهارده القائمه بتاعه اليوم غير ما تضيع القائمه بتاعه الاسبوع وتحس ان انت اهملت القائمه بتاعه الاسبوع. ده بيكون يعني احساس اسوأ اكتر. اوكي. فبنبتدي باليوم مع التوجيه وكده، نبتدي نزود اكتر، نخلي الموضوع يبقى بالاسبوع. ابتدي بحاجه بسيطه مثلا وليكن 5 جنيه، بعد كده ابتدي ان انا اكتر شويه لو انا عايزه اكتر، وهنقول بناء على ايه انا بحدد المصروف كمان شويه. تمام. من ضمن الحاجات اللي انا اوجهه بيها ان انا اساله الاسئله، من اكتر الحاجات اللي بتساعد ان هو يفكر معايا، ما بقاش انا بملي عليه توجيهات ويحس ان هو برده مش متحكم في المصروف 100%. اوكي. فتحب تصرف على ايه؟ نفسك توفر لحاجه معينه، مثلا تشتري حاجه معينه تحب توفر لها. ايه رايك نجرب نحوش جزء كل مره من المصروف بتاعك؟ فلو انت بتاخد 5 جنيه في اليوم، ايه رايك تدفع 3 جنيه وال2 جنيه دول تخليهم وتحوشهم، وتشوف مثلا في نهايه الاسبوع حوشت كام او نهايه الشهر حوشت كام، وتشتري حاجه على بعضها. ايه رايك تطلع صدقه من مصروفك وليكن 10% مثلا من مصروفك، علشان ما نقص مال من صدقه. فانت فكره ان انت تحوش وفي نفس الوقت برضو تدي صدقه لحد محتاج او كده، ولو حتى جنيه ده هيفرق قوي. حتى لو جنيه في الاسبوع ايا يعني كان المبلغ اللي تحدده، المهم ان انت تطلع جزء من عشان ربنا يبارك لك في مصروفك. فمن وهو صغير كده علمه ان هو طلع حاجه بسيطه لله. طيب لو خلص المصروف بسرعه، في الاول بحس انه محتاجين نبقى بنسال بس وتوجيه من بعيد، ونسيبه يتعلم من التجربه. ما هو المصروف ده محتاج ان انا يعني المصروف ده بتاعه، فما بقاش انا، وهنتكلم في الاخطاء كمان شويه، ما بقاش انا بديله المصروف وانا طول النهار فوق دماغه، ما هو ما بيتعلمش. فانا مع التوجيه ومع الاسئله شويه بشويه هو بيتعلم وبينمي المهارات بتاعته دي. لكن انا لو طول الوقت بقول له يعمل ايه وما يعملش ايه، بحجر عليه في مصروفه، فبالتالي بعد شويه هو مش هيتعلم حاجه. تمام. تخيلي كده ان انا مثلا اديت ندى، قلت لها يا ندى خدي ال50 جنيه دي واصرفيها براحتك زي ما انت عايزه. بعد شويه يا ندى وانت صرفتيها في ايه؟ يعني يا ندى مش قادره ان انت تحوشي منها شويه؟ يعني يا ندى مش انا قلت لك كفايه شوكولاتات؟ يعني يا ندى مش عارفه. ندى هتحس بايه؟ ندى معانا هي برضه تقول لنا، انتوا قولوا لي لو انتوا مكان ندى او مكان الطفل هتحسوا بايه؟ استنى منكم تقولوا لي كده، انا عايزه اتفاعل.
ندى بتقول ازاي افهم الطفل ما نقص منه من صدقه من وهو صغير. طيب ان هو يشوفني، تمام، ان هو يشوفني ان انا بطلع صدقه من كل مثلا مصروف، ان انا بحكي له عن حاجه زي كده، ان انا احكي له قصه مثلا عن الصدقه، ان انا مثلا كمان يا ندى اتكلم معاه اشرح له الحديث، تمام، ان ربنا سبحانه وتعالى بيبارك في الفلوس دي. ممكن تكون الفلوس معاك مثلا 5 جنيه بس تحس انها اشترت حاجات كتير، او اشتريت حاجه واتبسطت بيها قوي واستمتعت بيها جدا. فهي الموضوع مش موضوع انه مبلغ بسيط، قد ما هو انت ممكن يكون مبلغ بسيط بس انت اتبسطت بيه قوي، حسيت ان انت عملت بيه حاجه بسطتك او حاجه فرحتك، تمام. فشرح الحديث مع قصه ممكن يشرح له ده يا ندى ببساطه. طيب ندى بتقول هتضايق قوي، تمام. تيسير بتقول زهق وندم. ندى بتقول اتضايقت اوكي. فهي دي نفس الفكره بالظبط، فاحنا محتاجين ان احنا نوجه بس واحده واحده، اوكي. طيب تعالوا بقى نتكلم على المهارات اللي الطفل بيتعلمها من المصروف، بس مصروف. فانا محضره لكم حوالي 15 مهاره ممكن يتعلمها بس من المصروف. اول حاجه هي فكره تحمل المسؤوليه، ان هو يبقى متحمل المسؤوليه، يقدر ان هو يخطط كمان منها. فالفلوس مش دايما موجوده، بس ان الفكره ان انا محتاجه اعرف القرارات بتاعتي النتيجه بتاعتها ايه، فاشوف ده بنفسي. ففاكر ان المصروف مثلا الاسبوع كله لو انا صرفته النهارده هعمل ايه بقيه الاسبوع، يبقى انا كده ما تحملتش نتيجه قراراتي. ان انا لو مثلا حسيت ان انا صرفت الحاجه كلها في يوم واحد، انا كده ما قدرتش ان انا اخطط بشكل كويس. مثلا لو انا بال50 جنيه مثلا، وليكن 50 جنيه في الاسبوع، اشتريت حلويات كتيره جدا، ولقيت نفسي تاني يوم معيش فلوس، فهبتدي اطلب بقى من ماما او بابا وكده فلوس تانية علشان انا صرفت فلوسي في اول يوم. يبقى كده ده تحمل المسؤوليه والتخطيط وترتيب الاولويات، كل ده بنتعلمه من المصروف. النقطه التانية مهاره بقى ان انا اميز بين الرغبه والاحتياج. هل انا فعلا محتاجه الحاجه دي ولا بس عايزاها؟ الاحتياج ان هي تبقى حاجه اساسيه، مش هقدر اعيش من غيرها، مش هقدر ان انا يعني ايه ما اعملهاش في حياتي، تمام. وطبعا المصروف هو بيكون، هنتكلم برضو في ده كمان شويه، المصروف بيبقى خارج عن الحاجات الاساسيه، يعني ما بيشتريش منه اكل، ما بيشتريش منه شرب، ما بيشتريش منه هدوم، الا لو هو عايز يجيب حاجه اضافيه غير اللي انا جبتها له مثلا، فهو يقرر ده. الحاجات العائليه بقى اللي مثلا فسحه عائليه او كده، ما بيدفعش مثلا منها، بس انا لو مثلا مخصصه له واحنا خارجين مبلغ معين وهو حابب ان هو يشتري زياده عنه، دي بقى من مصروف. وليكن انا هقول له البادجت بتاعك مثلا النهارده هننزل النادي ومعاك 20 جنيه، ال 20 جنيه دي مني ليك، اشتري بيها اللي انت عايزه. طب انا عايز اجيب حاجه ب 40 جنيه، ال 20 جنيه دي بقى ممكن تدفعها من مصروفك اصلا، تمام. فهي حاجه خارجه عن الحاجات اللي احنا خصصناها. طيب انا محتاجه اللعبه دي ولا عايزاها؟ اللي هو خلاص اللعبه دي انا فعلا محتاجاها جدا وقعدت كتير انا نفسي فيها، مش يعني بجد نفسي فيها، او مثلا اكله معينه نفسي فيها جدا. فالفكره ان انا يعني هشوف هل انا فعلا محتاجه الحاجه دي ولا انا بس عايزاها، بين النيد والوانت. فدي برضو مهاره هو بيميزها بعد شويه. هل انا محتاره بين كراسه الرسم وبين مثلا الوان غاليه، فانا اقعد افكر اختار دي ولا اختار دي، طب دي عايزاها ولا محتاجاها، دي عايزاها ولا محتاجاها. طب الالوان انا محتاجاها علشان مثلا بتعلم رسم دلوقتي، والالوان اللي ماما جابتها لي حلوه بس انا محتاجه اطور اكتر، فبالتالي يبقى دي حاجه انا محتاجاها، فانا محتاجه ان انا اشتريها. كراسه الرسم ممكن تتاجل شويه لان عندنا مثلا ورق ابيض ممكن ارسم عليه، فهي عايزاها بس مش محتاجاها ضروريه، مش حاجه ضروريه هتخليني ابقى يعني بعمل الحاجه بصعوبه، هتخليني ان انا هبقى مش هرسم بشكل مثلا كويس وهكذا، اوكي. الحاجه الثالثه هي فكره تاجيل الاشباع الفوري، ان انا مش كلما اشتهيت ان كل ما عاوز حاجه اشتريها. ونحكي له قصه سيدنا عمر، انه شاف واحد في السوق والراجل ده كان غني جدا وكان بيشتري حاجات مباحه عادي جدا، بس كل ما يشوف حاجه يشتريها، كل ما يشوف حاجه يشتريها. فابتدى يقول له كلما اشتهيت، وهي كانت حاجه حلال وهو معاه فلوس وبيطلع زكاه المال بتاعته والصدقه وكل حاجه، بس ما ينفعش انه يبقى كل حاجه انت بتشتهيها تشتريها. فنفس الفكره بالظبط، ان انا هيتعلم ضبط النفس، ان هو مش كل حاجه انت عاوزها تشتريها. ممكن لو استنيت شويه اشتري مثلا بدل اللعبه اللي ب20 جنيه اشتري لعبه مثلا ب50 جنيه، فانت ممكن تستنى شويه وتلاقي نفسك اشتريت حاجه افضل، فممكن تحوش عشان تستمتع بحاجه بعد كده، تمام.
وده هنعرفه بخطوات بعد كده يعني، ما تقلقوش، هنشوف ازاي نطبق المهارات دي. فكره التفاوض واتخاذ القرار بقى، انه مش لازم اخد كل حاجه، انا محتاجه ان انا اخد الاهم، فابتدي اتفاوض سواء مع نفسي انا او سواء كمان مع بابايا ومامتي، ان انا اقنعهم بحاجه انا عايزها، فابتدي ان انا اتفاوض معاهم. طب ممكن مثلا تدوني مصروف الاسبوع الجاي مع الاسبوع ده علشان اجيب حاجه مثلا انا عايزها، طب ممكن احوش كذا وانتوا تدوني عليه كذا عشان اشتري الحاجه الفلانيه، واخد القرار بقى ان انا اشتري الحاجه دي ولا اجلها ولا كده، فده برضو اتخاذ قرار. اوكي. بعد كده فكره الثقه بالنفس، ان انا اشتريت بنفسي وقدرت ان انا اخد القرار بنفسي وقدرت ان انا اعمل الحاجه اللي انا عايزها، فانا بالنسبه لي حاسس بفخر وحاسس ان انا يعني قادر اعتمد على نفسي بشكل او باخر. فدي برضو مهارات الحساب زي ما قلنا من شويه بقى، فكره ان انا بجمع 7 زائد 8 بيساوي ايه، 15، بطرح، بجمع، بضرب، الكلام ده كله. فهي مهارات ببتدي ان انا بتعلمها بشكل معايشه، يعني دي بنسميها التعلم بالمعايشه، ان انا نزلت السوبر ماركت وعماله بشتري وعماله بختار الحاجه وبجمع، طب انا معايا 20 جنيه، طب انا كده مش هقدر اشتري حاجه مثلا ب 15 وحاجه ب7، عشان كده هيعدوا ال 20 جنيه، فهبتدي ان انا اشوف ايه الحاجه البديله وهكذا. تمام. النقطه اللي بعدها تقدير قيمه الاشياء. احيانا كتير قوي بنلاقي ولادنا اللي هم بيقولوا ايه، عادي يعني ده ب 200 جنيه، عادي يعني ايه المشكله ان الحاجه دي ب 200 جنيه هشتريها. ففكره قيمه الاشياء، هل الحاجه دي تستاهل ولا ما تستاهلش، هل الحاجه دي مهم ان انا اشتريها ولا لا، هل الحاجه دي القيمه بتاعتها فعلا يعني تساوي الكفاءه بتاعتها والجوده بتاعتها ولا لا. فده كله محتاجين ان احنا نبقى بنعلمه لاولادنا وهم بيبصوا الفلوس بحته بمقدار تاني او بعين تانية. ليه؟ لان هم كمان ساعات ما بيبقوش عارفين قيمه الحاجه، يعني بالنسبه لهم الريموت ده ب10 جنيه، ما يعرفوش مثلا ان هو ب2000 جنيه. فلما يبتدوا ينزلوا يشوفوا قيمه الاشياء الطبيعيه، فيعرفوا بقى انه لا، الحاجه دي بفلوس كتير، الحاجه دي ما كناش عارفين قيمتها. عملت مره مع الولاد كده، ان احنا كنا مره مسافرين وقلت لهم السناكس عليكم، انا مش هشتري سناكس، احنا خلاص دفعنا الفلوس السفر وكذا، والسناكس دي حاجه اضافيه مش حاجه ضروريه، فانتوا لو عايزين ان انتوا تشتروها هتشتروها بمصروفكم. فابتدوا ان هم يشتروا الحاجه، فنزلوا قالوا ايه ده، الحاجه غاليه جدا، احنا كناش نعرف ان الحاجات بالمبلغ ده، ما كناش متخيلين ان السناكس بتصرف بالشكل ده. لما حضرتك كنت بتجيبيها قبل كده لقينا انه كنا فاكرين ان هي يعني ما كانتش بتتكلف ده كله، كنا فاكرينها كل حاجه دي ب 100 جنيه مثلا ولا ب 50 جنيه. فهم مش مدركين قيمه الاشياء، لان هم ما بينزلوش وبيشتروا معانا. اغلبنا دلوقتي بيشتري اغلب الحاجات اونلاين او يعني عن طريق الابلكيشنز والكلام ده، فبالتالي هم ما نزلوش معانا وشافوا قيمه الاشياء او كده. فبالتالي هم بيعرفوا قيمه الاشياء لما بيشتروا بنفسهم، بيشتروا بمصروف. هوقف لحد كده واشوف لو انتوا كاتبين حاجه وايه، واشوف ونكمل يعني. نهى كانت بتقول يعني عن الموقف اللي انا كنت بحكيه، احس ان مش عارفه اتصرف صح، فهرجع لاهلي في كل حاجه قبل ما اعملها. بالظبط يا نهى. ففكره ان هي هتحسسه انه بعدم الكفاءه، ان هو بعد شويه هو مش كفء كفايه او مش عارف يعمل حاجه او يتصرف بنفسه، فطول الوقت هيبقى بيرجع لاهله. تمام. you need or you want. بالظبط يا ندى. need or want. ايه تاني؟ هديله ثقة في نفسه. تمام. انتوا قولوا لي كمان ايه احنا لسه مكملين مع بعض 15 مهارة يعني، فانتوا قولوا لي برضو متخيلين ايه المهارات اللي احنا كمان ممكن هنتعلمها من خلال المصروف. هحب اسمع منكم. وانتي كمان يا سلمى وحشتيني والله. طب لا، اللايف فصل؟ ما اعتقدش يا اسماء، اللايف شغال، ممكن يكون الكونكشن بس فيه مشكلة او حاجة. لا شغال. طب شكرا يا ندى ان انتي قلتها. فقولوا لي كده تفتكروا ايه الحاجات التانية اللي احنا هنتعلمها من خلال المصروف، وانا هكمل واقرا كمان شويه. طيب، النقطه اللي بعد كده التفكير التحليلي بقى والتقييم الذاتي. يعني انا بعد شويه كده هقعد اشوف والله انا اشتريت الازازه دي، هل فعلا كانت تستاهل؟ هل انا فعلا كنت محتاجاها دلوقتي؟ هل انا كنت محتاجه استنى شويه واشتري مثلا ازازه بسعر اعلى مثلا؟ هل كنت ممكن اجلها واشتري حاجه تانية؟ هل انا مبسوطه بيها ولا لا؟ هل انا اشتريتها في مثلا شراء عاطفي؟ تمام. ومحتاجين نفهم الولاد المصطلحات دي، الولاد هيقدروا يفهمونا. يعني فكره الشراء العاطفي ان انا ابقى متضايق فانزل اشتري حاجات كتير مثلا فيها حاجات حلويات وكده.
او مثلا انا فرحان قوي متحمس فانزل اشتري حاجات كتيره، فده اسمه الشراء العاطفي بناء على المشاعر بتاعتي. فهل انا ندمت؟ هل انا مبسوط؟ هل انا شايف ان ده كان قرار صح ان انا خدته ان انا اشتري الحاجه دي؟ فمحتاجه ان انا برضو اساله لو رجعنا لاول الاسبوع كنت هتغير ايه، او لو رجعنا للاسبوع اللي فات كنت هتغير ايه فيه من خلال مصروفك يعني، او الحاجه اللي انت اشتريتها. فابتدي ان انا اوعيه اكتر ان هو يقيم ذاتيا ايه الحاجات اللي هو اشتراها وكانت صحيح القرار اللي هو خده ده، ولا محتاج كان يغيره، من غير ما انا اوجهه. انا محتاجه اسمع هو منه ايه الحاجه اللي عملها وكانت صح ولا غلط. اوكي، من وجهه نظره يعني. ف... فدي نقطه. طب بفرض مثلا عشان حد يسالني دلوقتي يقول لي طب افرضي مثلا قال لي لا كان قرار صح، اوكي اقول له تمام. انا مثلا بالنسبه لي كنت ممكن اشوف ان انا واقيم على نفسي. انا كنت شايفه ان انا مثلا كنت ممكن ااجل شراء، مثلا اشتريت طرحه كنت شايفه ان انا ممكن استنى شويه، ما كانش لازم اشتريها. ففكره ان هو يشوفني ان انا كمان بقيم نفسي وبعترف بغلطي، هو ممكن يكون مش عايز يعترف بغلطه قدامي علشان مثلا ما لوموش على حاجه، او انا مثلا اقول له طب ما انت ما انت انا قلت لك ما تعملش كذا، مش انا قلت لك الكلام ده كله اللي هو التأنيب ده، عارفين اللي هو مش عارف اسمه ايه، تأنيب الضمير تقريبا، لا مش ليه اسم تاني. المهم يعني فكره ان انا طول الوقت ابقى بنتقد وكده، فدي حاجه برضو بالنسبه له هو مش حاببها، فممكن يكون مش عايز يعترف لمجرد انه عارف ان انا هنتقده. اوكي، فساعتها اسيبه. بس ممكن اقيم على نفسي انا، فيشوف ان انا عادي ممكن اقيم، وعادي ممكن اقول ان انا غلط، وعادي ممكن احكي له كمان على تجاربي وانا صغيره. مره اشتريت بمصروفي مثلا كله في اسبوع، وفضلت الثلاث اسابيع اللي بعدها مش عارفه اشتري اي حاجه، وصحابي مثلا كانوا في المدرسه يشتروا حلويات وانا ما عنديش اي حلويات عشان كنت باخد مصروفي مثلا بالشهر. فابتدي كمان ان انا اشاركه تجاربي وانا كده بعلمه بشكل غير مباشر، واعرفه ان انا كمان بغلط عادي جدا. اوكي، طيب ايه تاني؟ النقطة اللي بعدها تخطيط لأهداف طويلة المدى بقى، إن أنا عايزة أحوش عشان عايزة أشتري حاجة كبيرة. ففي مرة كده مثلا ابني كان بيفكر إن هو عايز يحوش عشان يشتري مثلا بلاي ستيشن، فابتدى إن هو يفكر إزاي يحوش كل مثلا عادية تجيله ما بيصرفش منها كتير عشان يحوش مثلا للحاجات دي. طبعا احنا يعني قعدنا فترة طويلة الموضوع، وفي نفس الوقت بعد كده بقى ممكن تبتدي انت تساعدي تقولي طب خلاص زي ما حوشت انا هديلك، فهو يبقى بالنسبه له شايف ان التحويش كمان ميزه وهو عايز يحوش اكتر. عشان انا مثلا وليكن حوش 1000 جنيه فاديله مثلا 1000 فوقيها، او اقول له طب انا هديك ايه ضعف المبلغ اللي انت حوشته، فانا ابقى بديله ايه يعني حافز كده ان هو يحوش. فنبقى بنتفق على هدف على المدى البعيد، ونبتدي نشوف كل شويه الهدف ده وصلنا فيه ايه، طب انت عملت ايه، وهكذا. وهقول لكم كمان شويه افكار عن التحويش كتير ممكن نعملها مع اولادنا. اوكي، طيب النقطة اللي بعدها المرونة والتكيف. المصروف خلص هعمل ايه؟ مش هتعمل حاجة، انا مش هقدر اديك مصروف زيادة، او انا مش هقدر اديك مصروف تاني لانه ده كان المبلغ اللي انا محدداه. ده مش هقول له ان انا فلوسي خلصت مثلا، زي ما اقول له ده المبلغ اللي انا محدداه لمصروفك، عندي اولويات تانية. تمام، عشان يبقى عارف ان في اولويات وانا مش هقدر ان انا اديك حاجة زيادة. بس انت ممكن بقى تفكر في المرة اللي جاية ممكن تبقى بتعمل ايه عشان مصروفك ما يخلصش في اول يوم. لو انت عايز مساعدة قول لي كده. تمام، لو انا اديته مصروف بعد ما يعني اديته فلوس زياده بعد اللي حصل ده، انا كده بشجعه، انا كده ما علمتوش اي حاجه، انا علمته انه حبيبي ما فيش مشكله، خلص اللي تخلصه وانا سداده هبقى موجوده على طول وهديك تاني. فهو ما اتعلمش اي مهاره، ما اتعلمش اي حاجه، هو حاسس انه دايما الحاجه متاحه. فالاسبوع اللي بعده ولا الشهر اللي بعده هتلاقيه بيخلص برده حاجته في اول يوم وماما هتديني، هو عارف طول الوقت ان ماما هتديني. وخصوصا بقى لو زن، لو ابتدى يزن حتى لو بالكلام مش بعياط يعني، بس يا ماما عشان خاطري طب اديني، طب صاحبي، طب مش عارفه ايه، فانت عشان الزن فتقومي مدياه. فيجي بعد كده يطول مده الزن شويه، بدل ما كان بيزن نص ساعه المره اللي جايه يزن ساعه، يزن 3 ساعات. المهم ان انت هتديه في الاخر لانه هو عارف اخرك ايه. فمهم ان انت ما تاخدي قرار ما ترجعيش فيه. تمام، تعالوا نشوف كده لو انتوا كاتبين حاجه. هنتكلم في موضوع الحاجات اللي يشتروها يا ايمان ده قدام شويه. انا كنت بس عايزه منكم تقولوا لي لو في مهارات تانية متخيلين انها ممكن هتنفعهم غير اللي انا اتكلمت عليه. حبيبتي يا ايمان، وانتي كمان وحشتينا والله. معلش انا ما جبت عنكم، بس كانت ظروف مش غلطه في حاجه كده، الحمد لله.
طيب احنا هنتكلم في ده يا منى. استاذنكم يعني ما تسالوش دلوقتي، خلينا بس نبقى ماشيين خطوه خطوه مع بعض. انا ماشيين مع بعض ما تقلقوش. اللايف مسجل عشان اطمنكم، اللايف مسجل بس الفيسبوك بيشيله بعد 30 يوم، فانا هنقله بعد كده ان شاء الله على اليوتيوب، بس هو من هنا للاسف هيتشيل. طيب الوعي المجتمعي، ان فكره ان انا كمان ابقى بعرفه بقى انه ممكن نشارك في نشاط خيري، نتبرع مثلا لغزه، نتبرع مثلا لناس فقراء، نتبرع مثلا بهدومنا الموجوده مثلا اللي احنا مش عايزينها، ننظفها ونكيسها ونكويها وكده ونديها لحد ونعطرها وهكذا. فده كله مهم. ممكن اعلمه ان هو لازم يجيب مثلا هديه لصاحبه، يهدي صاحبه تهادوا تحبوا، لو حاجه بسيطه مش لازم يعني، بس يعني يستحب ان انا اعلمه مثلا حاجه زي كده. تجيب هديه لاخوك، تجيب هديه لباباك، تجيب حاجه بسيطه، تجيب لجده حاجه، تجيب لنانا ورده وهكذا. فكره ان هو كمان ياخد من مصروفه حاجه يشتريها الناس بيحبوها، ولو حتى شوكولاتايه حتى البانه، فبرضه ان هو يدخل السرور على ناس تانية، وان هو يعمل يعني يعدد النوايا من خلال الموضوع ده. تمام. التعلم الذاتي هو بيتعلم من خلال التجربه الذاتيه. هو بالنسبه له مثلا صرفت الفلوس، فانا اتعلمت ان انا لو صرفت فلوسي كلها ماما مش هتديني. اتعلم مثلا ان هو بالنسبه له انا لو استنيت شويه ممكن اجيب حاجه احسن بسعر احسن بعدين، او اجيب حاجه تبقى متينه اكتر ما تتكسرش في اول يوم كلعبه مثلا لو انا استنيت شويه. فهو بيتعلم بالتجربه، ماشي، بالخطا والايه، بالممارسه، بالنجاح بالفشل من وجهه نظر وهكذا. ففكره ان هو المره اللي بعدها هيبتدي ان احنا نعمل ريفليكشن على اللي فات، ونسمع الخواطر بتاعته، ونبتدي نشوف الفتره اللي جايه ممكن نعمل ايه. اداره الاولويات المتغيره بقى، يعني في اولويات بتبقى دلوقتي انا محتاج حاجه، بس بعد شويه انا ممكن ما اكونش محتاج الحاجه دي خالص. ممكن دلوقتي تكون بالنسبه لي اولويه، بس بعد شويه الاقيها مش اولويه. فممكن ان انا الفتره اللي جايه تخليني ان انا افكر شويه قبل ما اقرر الاولويه، اخد وقتي يعني ما اشتريش على طول. وليكن انا قررت ان انا عايزه اشتري مثلا مسطره مثلا، مسطره بشكل معين، فالمسطره دي انا محتاجها فعلا، هي اولويه بالنسبه لي، ولا انا ممكن استنى شويه، او ممكن تكون مش اولويه بعد كده. فالفكره ان انا محتاجه ان انا قبل ما اشتري اشوف الحاجه المفيده قبل ما تكون ممتعه. يعني مش بالضروره انها تكون ممتعه قد ما تكون مفيده، فمحتاج ان انا افكر في النقطه دي. تمام. ممكن يشتري اكله مثلا دلوقتي هو بيحبها، اي سناكس، او ممكن يستنى شويه ويشتري لعبه. فهو بالنسبه له كده اجل الحاجه اللي هي فيها متعه. الاكل بالنسبه له دلوقتي فيه متعه ان هو ياكل حاجه بيحبها لحاجه مفيده قدام شويه، اللي هي مثلا اللعبه، وهيقدر يستمتع بيها وقت اطول، فهي هتبقى حاجه ممتعه ومفيده في نفس الوقت. طيب الشراء الواعي بقى والمسؤول، فكره ان انا افكر قبل ما اشتري، مش كل حاجه لازم امتلكها. انا محتاج ان انا اخد وقتي، وان انا افكر كمان في ان انا اشتري الشنطه دي. لو في شنطه مثلا عندي وليكن عايزه اشتري شنطه ب 100 جنيه وفي شنطه ب 60 جنيه، فانا ممكن افكر انه هل الشنطه دي يعني لازم تبقى غاليه، ولا الشنطه دي مثلا ممكن تبقى بارخص، بس في نفس الوقت الشنطه الرخيصه دي هي متينه كويسه وهتستحملني، ولا انا محتاجه اجيبها ب 100 جنيه عشان تقعد معايا، بدل ما تقعد سنه تقعد سنتين او 3 او كده. او في ناس مثلا بتفكر ان هي بالنسبه لها بتزهق من الحاجه، فممكن تشتريش حاجه تبقى مثلا غاليه قوي، في سبيل ان هي ممكن تشتري حاجتين وتبدل ما بينهم فيقعدوا اكتر ويستحملوا. فالفكره في ان انا اديله الاختيارات دي، ويبقى عارف الحاجه دي قيمتها كام، ونلف على كذا محل، ما نشتريش من محل واحد فنشوف القيمه دي مختلفه. فممكن المكان ده يبقى بيبيعها ب 100 جنيه، بس مكان تاني بيبيعها هي بالظبط بس بسعر ارخص ب 60 جنيه او ب 70 جنيه. فمحتاج ان انا يكون ايه، في انا بعلمه كمان فكره المهاره انه يبقى واعي ويبقى مسؤول عن الشراء بتاعه. فالشراء الواعي والمسؤول دي حاجه مهمه قوي. اوكي. بتهيألي دي كل النقاط. اخر نقطه بقى هي فكره الاستقلاليه، ان انا فكره ان انا في جزء منه هو مستقل بذاته، وده احتياج عندنا كلنا بالمناسبه. ده من اهم الاحتياجات اللي موجوده، فكره الاستقلاليه، ان انا اكون مستقل واحس بالكفاءه. ان انا لما ابقى مستقل وان انا ابقى باخد قراراتي بنفسي، وبعد شويه احس ان انا ثقه بنفسي ان انا قدرت اعمل الحاجه دي، واحس ان انا عندي الكفاءه ان تخليني اعمل الحاجه دي من غير ما اقعد اسال كل شويه. فده كله هيصب عندي فكره الاستقلاليه، هيصب عندي فكره الكفاءه، ودول احتياجين مهمين جدا جدا جدا. تمام. فانا مسؤوله عن اختياراتي، وكل الاختيارات ايه ليها نتيجه وكده.
فمهم قوي ان انا اعرف ان انا مش بتحكم في ولادي، انا بعلمهم ان هم يخططوا، ان هم يتعلموا من الاخطاء بتاعتهم، ان هم يغلطوا ويصلحوا، يصيبوا ويخطئوا. فما فيش مشكله خالص ان هو يعمل ده في سبيل ان هو بيعمل حاجه لسه بسيطه صغيره، بيتعلم في سكيل صغير، غير لما يكبر ويلاقي انه بعد كده مش قادر ان هو يتعلم بالشكل ده، انه يكون بقى خلاص كبر شويه، بقى فاتح بيت ولا بيشتغل، فيلاقي فلوسه ضاعت وهو مثلا مش عارف يتجوز عشان مش عارف يحوش، ايده فرطه يعني. تمام. ربنا يكرمك يا جهاد، يا جهاد اسفه. وعليك يا رب. طيب قولوا لي بقى ايه اكتر 3 مهارات حاسين ان هم لمسوا معاكم كده، يعني عايزه اتفاعل كده عشان اعرف ان انتم مركزين معايا. هي راتو بترد عليكم اهو كمان على استفساراتكم على اللايف هيتمسح ولا لا. لا مش هيتمسح ما تقلقوش، وهو 30 يوم هيتمسح، لكن قبل 30 يوم انا مش بمسح، والفيسبوك اللي بيمسح للاسف. طيب عبال ما تكتبوا ال3 مهارات اللي حسيتوا ان هم لمسوا معاكم قوي، نكمل. اوكي. اخطاء شائعه بنقع فيها كامهات مع المصروف. تمام. اول حاجه ان انا ادي المصروف بدون هدف وبدون توجيه، اقول لا خلاص ده هو ده براحته خالص، هو يعمل الحاجه اللي هو عايزها، ده مصروفه، المفروض ان انا ما بهوش يتصرف في الفلوس زي ما هو عايز. واعرف حد بيعمل كده، وللاسف الولاد بيسيئوا جدا الاستخدام المصروف، على طول بقى مثلا حلويات ويجيب حاجات غاليه جدا، وفي نفس الوقت في حاجات اساسيه بعد كده بيبقوا محتاجينها، ما بيضطروا ان هم يتقلوا على الام عشان تعملها لهم، وهي بتعمل ده. ففكره ان انا من غير توجيه هديله، فمحتاجين ان احنا ندي الفلوس. تمام. وان احنا نقول له يعني محتاج تتعلم اكتر في الفلوس، ازاي تقدر تصرفها، ازاي ممكن تستخدمها بشكل احسن، ازاي ممكن بدل ما تجيب حاجه تجيب حاجتين و3، ازاي ممكن توفر وبعد كده تجيب حاجه اكبر. فنبتدي ان احنا نشتغل عليه في الحته دي، ونقيم كل فتره او كل اسبوع انت عملت ايه بالمصروف الاسبوع اللي فات، عشان الاسبوع اللي جاي نديره بشكل افضل ونتعلم مهارات بشكل افضل. والنقطة التانية هي عكسها تماما، ان انا اتدخل في كل حاجة هو عايزها. لا انت هتجيب دي ليه؟ لا 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 ما تجيبش الشوكولاته دي، لا لا ما تجيب بسكوت احسن، لا 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 انت ليه هتجيب شيبسي ده مضر، لا 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 ما تجيبش مش عارفه بيبسي ده مش عارفه ايه، لا لا ما تجيبش مش عارفه ايه، وهكذا. طول الوقت انا بعترض على كل حاجه هو بيعملها، ما بسيبهوش خالص ان هو يتعلم من الخطا وان هو يعتمد على نفسه، وبدل ما هو يفكر انا بفكر له. فزي ما كان من شويه تقريبا ندى مش عارفه مين كانت بتقول انه طول الوقت هيبقى محتاج يرجع لي، هو ما خدش قرار وما تسابش لوحده كده، ما يعتبرش جرب، انا اللي فوق دماغه طول الوقت بديله توجيه. فكره بتوجيه بسيط، يعني مثلا وليكن هو جاب 3 شوكولاتات، اقول له ما شاء الله الشوكولاتات دي حلوه جدا، ايه رايك المره الجايه تجيب مثلا 2 بدل ما تجيب 3، وممكن نعمل هنا واحده في البيت، انا عارفه طريقه مثلا صحيه ممكن نعملها. فاوريله ان في بدايل، اوريله انه في توجيه من بعيد. والله لو قال لي لا لا انا مبسوط كده تمام اسيبه، انا بالنسبه لي اديته البذره، ومش مهم دلوقتي هي هتتزرع امتى. الفكره ان انا اديته، ممكن يكون مش عايز يعترف قدامي عشان عارف فكره انه ايه، انه ان انا ممكن هعايره، او ان انا هقول له مش انا قلت لك وكده، فممكن يكون عايز يحس ان هو كبير، وعايز يحس ان هو بياخد قراره من نفسه. فبالنسبه لي مش مهم قوي ان هو يعترف ده قدامي، المهم ان انا اديته رميت له الكلمه. فمثلا سلمى انا هقول لها مثلا يا سلمى والله يا سلمى انا لو مكانك ممكن اشتري 2 واعمل واحده مثلا في البيت، بس طبعا براحتك، يعني انا بس بديكي اقتراح. تخيلوا ده هيبقى احسن. سلمى تقول لنا وانتوا برضو قولوا لي ده احسن، ولا فكره ان انا اقول لها سلمى ليه 3 شوكولاتات ده كتير قوي، يعني سنك هتسوس اصلا وانت هتتعبي، وبعدين السكر كتير اصلا غلط وهيأثر عليكي وعلى نشاطك، يعني انا مش شايفه انه ده كتير، انت كفايه واحده، يعني كفايه واحده ده كتير قوي. فالطريقتين انتوا ايه رايكم في الطريقتين؟ طب تعالى نشوف المهارات اللي انتوا حابينها، وبعدين نرجع تاني نكمل الاخطاء. فسلمى بتقول الشراء الواعي، ايمان الاولويات. ندى بتقول مهارات مهمه قوي في كبار محتاجينها. والله احنا كلنا محتاجينها، يعني انا قلت هي هتفيدنا احنا كمان. سلمى بتقول مهاره العطاء، صدقه وهديه مثلا، ماشي. تيسير بتقول تاجيل الاشباع الفوري، المرونه والتكيف، التعلم الذاتي. مروه بتقول معرفه قيمه المال، التفاوض والاولويات. جهاد بتقول استقلاليه والشراء الواعي والمسؤوليه. وندى بتقول الشراء العاطفي، تقدير قيمه الاشياء، ضبط النفس. وسلمى بتقول الاولويات وتقدير قيمه الاشياء. نهى بتقول فكره ان هو يعرف ازاي يحوش، لان فعلا دي مهمه قوي لما يكبر، فكره اختيار النيد والبوند.
والاستقلاليه. تمام، حلو قوي. بعمل معاهم كده حقيقي، لو عملت العكس بحسهم اتخنقوا يا حبيبي وحسوا بالاحباط. بالظبط حسوا بالاحباط وحسوا ان يعني سوري بس احنا بننافقهم، اللي هو حبيبي ده مصروفك بس انا فوق دماغك انت ومصروفك، فاللي هو لا انت مش سايبالي فرصه، ده مش مصروفي ولا حاجه، انت مشاركاني فيه. فاللي هو يعني دي حاجه ما بتحصلش يعني. فتعالوا نرجع للاخطاء. اول حاجه قلنا ان هو يبقى بدون هدف او توجيه. تاني واحد اللي هو التدخل في قرار في القرار المالي بتاعه، او ان هو كل حاجه بيشتريها. تالت نقطه هي ان انا اديه مصروف كبير فوق حاجته، فيبقى طفل عنده مثلا 7 سنين ويبقى في اليوم بياخد 50 جنيه. ليه يعمل ده؟ ليه نعمل ده معاه؟ فمهم ان احنا لا طبعا نبتدي بالتدرج وحسب سنه وحسب قدرته على الانفاق وحسب ان هو هيعمل ايه بالمصروف، وحسب ان انا برضو فكره ان انا ما اديهوش يعني برضو ما اديهوش في الاول مبلغ كبير ويعني لما يبقى هو دلوقتي 7 سنين وبياخد 50 جنيه مثلا في اليوم، لما يبقى عنده 13 14 و15 سنه هياخد كام؟ فانا محتاجه برضو اعرف ان انا هتدرج فيما بعد. وبشوف انه مهم قوي فكره اخشوشنه فان النعمه لا تدوم، ففكره ان هو يبقى بيبتدي حاجه بسيطه ويتعلم يحوش وكذا، علشان ما يبقاش انا كمان بديله ببذخ وبعد كده فرضا انه لا قدر الله في ظروف حصلت عندنا او كده يبقى الطفل ده مش قادر يستحمل، ما عندوش مرونه وصلابه نفسيه تخليه يقدر يستحمل ده. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي يمكن مهاره محتاجين نضيفها للمهارات اللي احنا كنا بنتكلم فيها، ان الطفل محتاج ان هو يعني ياخد وقته، وان هو برضو ايه الموضوع يبقى بالتدرج ما يبقاش مره واحده. خلاص. النقطه اللي بعد كده بقى استخدام المصروف كعقاب او مكافاه. فلو ما سمعتش كلام مش هتاخد مصروفك النهارده، لو انت عملت كذا مش هديك الفلوس، وهكذا. ففكره تتحول ان هو يبقى اداه تحكم او يعني اداه مكافاه، اللي هو كل شويه كل حاجه بالفلوس. احيانا بتبقى الحاجه المعنويه احسن، ما يبقاش كل حاجه ماديه كده. خلاص. فمحتاجين ان احنا نبقى عارفين ان المصروف ده قيمه ثابته احنا بنديها للطفل حسب اتفقنا معاه، سواء باليوم سواء بالاسبوع. مثلا وليكن انا بديله كل يوم، اقول له مثلا كل يوم هتاخد 10 جنيه، او مثلا في الاسبوع هتاخد مثلا 70 جنيه. فانا مثلا ما ينفعش اجي بعد كده مثلا اقوم منعاه من ده. وهقول لكم نستخدم العقاب ازاي كاداه تربويه في ايه بالظبط، يعني هل ممكن نعاقب بالنقطه دي؟ هتكلم في النقطه دي بس كمان شويه حسب اسئلتكم، يعني انا خدت الاسئله وكمان هطرحها في الاخر يعني. اوكي. طيب. الفكره كمان ان انا فكره انت خلصت مصروفك بسرعه، ان انا امنع عنه المصروف تماما لما يغلط، لما ان هو ما يديرش مصروفه بشكل كويس. طب انت مش قادر بقى تتعلم كويس وتدير مصروفك بشكل كويس، طيب خلاص مفيش مصروف بقى خالص. فانا ابقى منعت عنه فكره التعلم. احيانا بيبقى في الاول عارفين احنا لما بنبقى بنتعلم حاجه جديده ونلاقي نفسنا الموضوع فرط مننا، اللي هو ايه احنا بنعمله ببذخ. وزي بالظبط مثلا ايه لو واحده لسه متعلمه مثلا انها تعمل حلويات، فتلاقيها عماله تعمل 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 مش قادره تسيطر على نفسها، هي مبسوطه وعندها حماس عماله تعمل ده. بعد شويه بيبتدي الموضوع شويه شويه يظبط معاها، توازن، اللي هو كفايه مره في الاسبوع، مش لازم كل يوم اعمل حلويات وهكذا. ففكره ان انا هو فرحان ومتحمس في الاول ان هو بيصرف، ان هو مسؤول عن حاجه بنفسه، ان هو بيعمل حاجه لوحده. ففكره ان انا امنع عنه ده فاكني ضيعت اللي فات او ضيعت اللي هو اكتسب. او الحاجه ما عارفين زي ايه، مثلا انا مثلا ماسكه مسمار وبدق عليه، فانا دقيت عليه دقتين وخلاص وسبته، فالمسمار مش هيبقى في مكانه، يعني مش هيكون موجود في مكانه، وفي نفس الوقت هو طالع ومضايقني. فالفكره في انه انا لما اقعد ادق عليه لغايه ما اثبته، هو ده اللي هيخليه يثبت. وبالعكس كمان ممكن المسمار ده لو زقته يقع لانه نصه بره. فنفس الفكره بالظبط، ممكن يكون هو ابتدى يتعلم بس انا محتاجه لسه ادق شويه على الموضوع، لسه عماله اجيبها له من بكذا طريقه بكذا حاجه مختلفه وهكذا. فمحتاجين ان احنا نركز قوي في النقطه دي، ان احنا ما نمنعش المصروف عشان هو لما يغلط او لو عمل حاجه او كعقاب او كده. طيب ايه تاني؟ التجاهل التوجيه بقى بس بخلال الاسئله، من خلال الاسئله نفسها، ان احنا نعمل ريفليكشن او كده، ان احنا ما نقعدش معاه كل شويه ونسمع منه انت اشتريت ايه، يا ترى مبسوط باختياراتك، يا ترى تحب تعمل ايه المره اللي جايه، يا ترى لو الموضوع ده اتعاد تاني وخدت نفس المبلغ هتعمل ايه، وهكذا. ففكره الريفليكشن اللي احنا بنعمله معاه كل شويه ده مهم جدا. النقطه اللي بعدها هي فكره المقارنه بينه وبين اخواته وبين اصحابه وبين قرايبه وهكذا. بص صاحبك بيحوش ازاي، شفت اخوك بيعمل ايه، شفت اخوك بيخطط ازاي، انت بتصرف كل حاجه، انت بتصرف مش عارفه ايه، انت بتجيب حاجات تافهه.
فيبقى طول الوقت انا مركزه معاه في كل حاجه وبنتقده بس، ما بعلموش اي حاجه وبقارنه، هو مش هيكتسب اي حاجه غير ان هو هيبقى كاره صاحبه او اخوه، كاره فكره المقارنات، وفي نفس الوقت هو ما اتعلمش حاجه جديده. فمحتاج ان انا ابقى كمان بحتفل معاه بالحاجات الصغيره يعني. او صح كده، مش عارفه سلمى بتقول صح كده على ايه. محتاجين فعلا نحط نفسنا مكانها بالظبط. فاحنا كده اتكلمنا في 7 اخطاء، هستناكم برضو تقولوا لي اي خطأ او 2 حسيتوا ان هم لمسوا معاكم اكتر وحابين انكم تنفذوه. عبال ما ادخل بقى في النقطه اللي بعد كده، هي الافكار الابداعيه. افكار ابداعيه وبسيطه تساعد الطفل ان هو يوفر من غير ما نضغط عليه ولا يحس بملل ولا يحس باوامر. فتعالوا كده نشوف الافكار دي بتقول ايه. بس اوكي، اول حاجه هي برطمان الاحلام. برطمان الاحلام ده ممكن يعمله الشخص دي لوحده، وممكن كمان يعمله معانا، يعني يبقى برطمان عائلي، احلام العيله كلها. وليكن احنا مثلا عايزين نشتري تكييف مثلا في البيت، فممكن نبقى بنجيب البرطمان ده نبقى كلنا بنحوش فيه، كل واحد يقدر يحط فيه، كل يوم نحط فيه حاجه او كل اسبوع نحط فيه حاجه، واخر الاسبوع نشوف باقي يعني حوشنا قد ايه وباقي قد ايه. هو بنفس الفكره برضه، برطمان الاحلام بتاعه عايز يشتري لعبه، فيقعد يحوش كل يوم حاجه لغايه ما في اخر الشهر او اخر الاسبوع يشوف حوش قد ايه. تمام. وممكن يلزق عليها صوره الحاجه اللي هو عايز يشتريها، او يكتب عليها حسب بقى هو بيعرف يعمل ايه. تمام. النقطه الثانيه هي الاظرف الملونه. هنجيب اظرف. في فتره من الفترات بالمناسبه كنت بعمل كده اول ما اتجوزت تقريبا، يعني كنت بجيب اظرف، فكنت بجيب كذا ظرف كده، ونكتب على ظرف الاحتياجات، الحاجه اللي هو محتاجها، الحاجه التانية التحويش او المدخرات، الحاجه الثالثه هي الصدقه، الحاجه الرابعه الحاجه اللي نفسك فيها، يعني اكننا بنقول النيد والوونت والسيفنج او المدخرات والصدقه. فيبقى عندنا 4 اظرف. ال4 اظرف دول انت اول ما بتاخد مصروفك مثلا، وليكن بتاخد بالاسبوع، ودي انا بفضلها بعد شويه لما الطفل يبتدي يعرف يعمل حاجه بنفسه، يعني يبتدي ان هو يتعلم في المصروف اليومي، نبتدي بعد كده نديله بالاسبوع، لانه بيعلم مهارات اكتر وبيثبت المهارات اكتر، لانه بيبقى في ايده مبلغ الى حد كبير، يعني بالنسبه له اكبر. تمام. بالنسبه للطفل يعني بيكون مبلغ بالنسبه له اكبر. ففكره ان هو يبقى بعد شويه بياخد بالاسبوع، وممكن بعد كده بالشهر. فانا دلوقتي مثلا بدي الولاد بالشهر، خلاص هم حرين بقى يطبقوا الحاجه اللي هم عايزينها، يعملوا الحاجه اللي هم عايزينها، وبيقسموا الحاجه بالطريقه المناسبه ليهم، يشتروا اللي يشتروه، يحوشوا اللي يحوشوه، براحتهم خالص. ففي الاول خالص بنديهم باليوم، وبعد كده بنديهم بالاسبوع. فما بنديهم بالاسبوع نقول لهم ممكن تقسموا على 4 حاجات، اللي هي الاحتياجات، المدخرات، الصدقه، واللي نفسك فيه، او الحاجه اللي انت عايزها. تمام. النقطه اللي بعد كده هي فكره لعبه التوفير. كل اسبوع نحكي لهم مثلا موقف حصل فيه وفرت مثلا بشكل كويس، او انت حسيت ان انت صرفت بشكل يعني زياده او كده، وتشوف المره اللي جايه ممكن تعمل ايه، وبناء عليه تبقى في لوحه. اللوحه دي هو بنفسه اللي بيحط فيها مثلا وليكن نجمه، كل نجمه معناها ان هو وفر. تمام. او ان هو قدر يمسك ايده شويه، وان هو ما يبقاش مبذر، او ان هو يدفع زياده. فده بيبقى بناء عليه هو، ويجي مثلا اخر الشهر يكافئ نفسه بحاجه، او انا لو عايزه اكافئه بحاجه بطريقه عشوائيه ما يبقاش عارف ان انا ناويه اكافئه. تمام. اديله مثلا نص الفلوس اللي هو حوشها مثلا، او ان هو وفرها، فيبقى بالنسبه له هو مش عارف انا هديله عشان ما تبقاش مكافاه متكرره، ويبقى بيطلبها مني كل مره. طيب انتوا ليه ما كتبتوليش اي خطا عجبكم؟ مستنيه تكتبوا لي، انا متابعه. طيب النقطه اللي بعد كده هنعمل جدول، ماشي، وممكن نقسم الجدول ده ونعمله وليكن مثلا باللون، كل ما احوش مبلغ اقوم ملونه لغايه ما اكمل السلسله كلها او اكمل الصفحه كلها، واشوف هحوش بعد قد ايه وهحوش كام. فيبقى بالنسبه لي حاسس ان انا عايزه اكمل الورقه، واساسا في حاجه في مخنا كده، فكره ان احنا ما بنقبلش الحاجه الناقصه. هتلاقي انه دايما الحاجه اللي مثلا مش كامله، يعني وليكن مثلا المسطره دي مثلا لغايه 12، فانا مثلا متضايقه ليه لغايه 12، انا هبقى عايزه اكملها مثلا لغايه 20 وليكن مثلا انا لونت مثلا لغايه هنا ولسه الحته دي فاضيه، فابقى دايما عايزه اكملها للاخر.
عندي حماس ان انا عايزه اكمل حاجه. ودي اداه من اداه التحفيز بالمناسبه، يعني كنا بناخد مره حاجه عن الجيميفيكيشن. ففكره ان الحاجه اللي بتخلينا مثلا زي الايه بروجرس بار او الشريط اللي هو بتاع شريط الانجاز، بنتضايق مثلا لما تبقى حاجه 30%، الحاجه 40%، بنبقى عايزين نكملها لغايه 100%. دي طريقه من الطرق اللي بتحفز الناس بالمناسبه. فدي برضو طريقه ممكن الطفل ان هو يتحفز ان هو يشتغل عليه. طيب نحكي سوا قصص عن ناس وفرت وحصل معاها ايه واشترت بيها ايه لما هم وفروا وهكذا. ممكن تبقى حاجات بسيطه، يعني طفل مثلا حوش في الاخر جاب مثلا عجله لنفسه، وكان ايه احساسه لما عمل كده وهكذا. فممكن نحكي قصص زي دي. ممكن نسجل صوته وهو بيحكي مثلا عن خطته للتحويش، عايز يحوش ايه الفتره اللي جايه وعايز يشتري بيها ايه، فده يحفزه انه يسمعه كل شويه. فكره ان انا اشجعه من وقت للتاني، مثلا ان انا اقول له برضو ايه، انا مبسوطه قوي ان انت ما شاء الله قدرت توفر الاسبوع ده، انا حاسه ان انت بقيت مسؤول اكتر عن اختياراتك ودي حاجه بسطاني. نحتفل مع بعض، نحتفل سوا، نحتفل بنعد مثلا النقاط اللي هو حطها مثلا في انا وفرت، فنشوف ايه النقاط اللي هو حطها وقد ايه هو ما شاء الله يعني ابتدى يعني يتطور من شهر للتاني. ممكن كمان نحوش الورق ده يعني من شهر للتاني. فشهر 8 انت ما شاء الله مثلا حطيت 5 نجوم، شهر مثلا 9 حطيت 10 نجوم، فما شاء الله تتطور هايل هايل جدا. ازاي قدرت تعمل كده؟ ونعمل ريفليكشن طول ما احنا ماشيين بنعمل ريفليكشن، ازاي قدر يعمل كده وازاي نجح في الحاجه دي، او ايه اللي ممكن يطوره المره اللي جايه عشان يقدر يعمل ده اكتر. تمام. واخر نقطه بقى فكره ان انا لما يكون عنده مبلغ كبير زي مثلا العيديه، او جاله مثلا فلوس في مثلا يوم ميلاده وناس ادوله فلوس كتير او حاجه، الحاجه دي ممكن ازاي ان هو يستخدمها، او ان هو يقدر يحوشها، او يقدر ان هو يستثمرها. مثلا ممكن نعلمه بعد شويه مثلا ايه رايك تشتري مثلا حاجه ذهب او حاجه صغيره، بعد شويه سعرها بيزيد، فانا كده علمته الاستثمار. كنت عامله انا وساره حجازي لايف عن، نسيت اسمه، بس هو حاجه عن الثراء، يعني عن فكره ازاي نعلم ولادنا عن انه فكره عقليه الثراء، انه فكره ان الصحابه كمان كانوا مستثمرين جيدين جدا، وان هم كانوا بيعملوا ايه علشان يعني يعني يتاجروا وكده. ف وان ده ازاي مفيد، وانه الثراء مش كله وحش، وان مهم ان احنا ننمي عقليه الثراء دي في دماغ ولادنا. فممكن لو عايزين اللايف اكتبوا لي وانا اوراده ان شاء الله نحطها لكم في التعليقات. اوكي. فدي كده النقاط اللي ممكن نحوش بيها. فقولوا لي ايه اكتر نقطه يعني فرقت معاكم من النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. هستأذنكم ما تكتبوش اسئله دلوقتي خالص لانها هتضيع مني، وانا في حاجات كتير اوريدي هتكلم فيها، فهستأذنكم عشان بس ما تشتتونيش، انا شخص اصلا مشتت بطبعي. فخلينا نبقى ماشيين ستيب باي ستيب كده، وماشيين خطوه خطوه علشان بس من يعني ان شاء الله نستفيد اكبر استفاده. طيب فكره الاظرف يا ندى عشان اوضحها لك بشكل اكبر، انت هتجيبي 4 اظرف وليكن ملونين، كل لون حاجه مختلفه. فمثلا انت عندك مثلا ظرف اللي هو النيد، وظرف الوونت يعني حاجه انت محتاجاها، وحاجه انت سواء انت او اولادك، يعني هو مثلا حاجه محتاجها، حاجه ان هو عايزها. والصدقه. والنقطه الثالثه كانت ايه يا ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عايزها، حاجه محتاجها، حاجه التحويش. خلاص. وليكن مثلا هو بياخد مثلا 80 جنيه في الاسبوع، فانا مثلا هقول له حاول ان انت تحوش مبلغ، مثلا هتخصص قد ايه تحويش، هو يحدد ده. فمثلا يقول لك ايه، هحوش مثلا 8 جنيه او 10 جنيه، خلاص يبقى هنا هحط 10 جنيه. طب الصدقه تبقى ايه؟ مثلا 10 جنيه برضو. تمام. طيب الحاجه اللي انت محتاجها هتوفر لها قد ايه؟ الحاجه اللي انت محتاجها اللي هي ما تقدرش تستغنى عنها وهتبقى اولويه بالنسبه لك، مثلا هوفر لها 50 جنيه. طيب كده باقي كام من المصروف؟ مثلا تقريبا 20 جنيه، ما حسبتش. فال 20 جنيه هيحطها في الحاجه اللي هو ايه، الحاجه اللي عايزها، اللي هي تبقى مثلا حاجه رفاهيه مثلا بالنسبه له. هنشتري العاب، هنشتري مش العاب قصدي، هنشتري حاجه حلوه، هنشتري كذا. فيبقى كده احنا قسمنا المبلغ بالشكل ده. انا بالنسبه لي مثلا لما كنت بعمل الفكره دي اول ما اتجوزت، فكنت بحط الاحتياجات دي الحاجات الاساسيه زي ايجار، زي كهرباء، زي نت، زي فاتوره وهكذا. ففكره ايه ان انا طول الوقت ابقى حاطه الحاجات الاساسيه في الظرف بتاع الاحتياجات ده، ونحط الصدقه خلاص موفرين وليكن مثلا 10% من الدخل الشهري ده الصدقه بتاعتنا. ومثلا التحويش وليكن 20% من المبلغ من ال من ال من ال من الايه من ال من المرتب كله.
وبس. وبعد كده اللي باقي بقى ده نستخدمه بقى في رفاهيات، يعني ممكن نخرج، ممكن نشتري حاجه مثلا زياده، مثلا اجيب حاجه زياده مثلا في البيت، اعمل حاجه زياده في البيت وهكذا. تمام. حاجه دلع، يعني حاجه ادلع بيها نفسي. اوكي، ندلع بيها نفسنا يعني، بما انه الفلوس الاسره كلها. التسلط عليه والتوجيه بصوره استهزاء. تمام، جهاد بتقول ده الخطأ اللي هي عجبها. ماشي. طيب طيب الحمد لله ان انتي عجبتك يا ندى، ونهى كمان عجبتها فكره بوكس الاحلام. تمام، قولوا لي بقى ايه الافكار اللي عجبتكم تاني في فكره التحويش. وبالمناسبه انا كل الافكار دي اصلا ممكن نستخدمها احنا اصلا مع نفسنا، يعني سواء مهارات سواء اي حاجه. انا كنت حابه ان احنا اللايف يبقى رايح جاي ولايف اسري اصلا اكتر من انه مصروف ابني بس انا كنت بس بقول لكم مصروف ابني كده عشان يعني ايه اجر رجلكم. اوكي. طيب يلا بينا، عبال ما تكتبوا لي الخطأ وعبال ما تكتبوا لي الفكرة اللي عجبتكم في التحويش، تعالوا بقى نشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان نخلي الولاد يحسوا بقيمة الفلوس من غير ما نضغطهم. طيب اول حاجة ان احنا محتاجين نعيش مواقف حقيقية. وليكن مثلا هو عايز لعبة ب 200 جنيه، فتقولي له مثلا طب تحب توفر جزء من مصروفك ونكمل احنا، فكده هيحس ان الفلوس ليها قيمه، وان الموضوع محتاج ان يتخطط له، وان احنا محتاجين نشتغل على ده مع بعض. ممكن كمان عشان نروح رحله معينه نبتدي ان احنا مثلا نفكر انه مثلا حاطين البرطمان بتاع الاحلام ده للسفريه بتاعتنا في الصيف، فاحنا هنحوش فيها كل فتره مبلغ علشان ما يجي الصيف نسافر السفريه اللي احنا عايزينها. فيحسوا ان احنا كل حاجه احنا بنخطط لها. عايزين نشتري حاجه، فهنشوف الحاجه دي هنشتريها مثلا بكام، فنبتدي نوفر لها واكننا كل شهر بنعمل حاجه. او مثلا نعرفه لو احنا داخلين في جمعيه مثلا، نبتدي نعرفه ان احنا كل شهر بناخد المبلغ ده، وكل شهر بندفع الفلوس دي. ففكره ان هو يشوف انه في حاجه بتتعمل، وفي تخطيط بيتعمل، وفي جهد بيتبذل وطاقه بتتبذل علشان خاطر وقت، عشان خاطر الفلوس دي تيجي، فالفلوس يبقى ليها قيمه وهو يشوف ده بنفسه. فيبقى وليكن انا هجيب له اللعبه مثلا، هدفع مثلا وليكن 150 جنيه وهو يدفع 50 جنيه بس، او هيدفع 20 جنيه بس فكره انه يبذل جهد في الموضوع ده ولو بسيط، هو بالنسبه له 20 جنيه برده مش قليله. تمام. ففكره ان هو حتى لو هيبذل حاجه صغيره بس عشان يحس بقيمه الموضوع ده. تمام. نقطه الحاجه اللي بعد كده، فكره ان انا هشاركه في اختيارات البيت، هنشتري ده ولا ده، نعمل اكل في البيت ولا نجيب من بره. طب لو جبنا من بره هيبقى مكلف قوي، طب ايه رايك نجيب الحاجه دي مثلا في البيت ونبتدي نعملها، فتبقى بتوفر معانا. يعني مثلا بدل ما نشتري شاورما مثلا من بره، يبقى الساندوتش مثلا مش عارفه بقد كذا، ايه رايك ان احنا مثلا نجيب ونعرفه مثلا، ونجيب مثلا هنجيب كيلو مثلا فراخ، الكيلو ده مثلا هيعمل لنا قد كذا عدد سندوتشات، لو جبنا من بره هنجيب سندوتشين بكذا لكل واحد، فلو عملنا في البيت هيبقى مثلا كل واحد ليه 3 سندوتشات مثلا، وفي نفس الوقت هيكون التكلفه اقل. ففكره ان انا اشركه في الميزانيه والاختيارات. ممكن مثلا ما ننزل سوبر ماركت، لو بننزل مثلا نشوف ايه الحاجه اللي ارخص او الحاجه اللي عليها عرض فنبتدي نجيبها. نبتدي ان احنا مثلا نشوف كمان، وليكن مثلا المناديل، هنشوف الباكت ده مثلا فيه 20 واحده، ال20 واحده دول وليكن مثلا ب 200 جنيه، يعني الواحده ب 10 تقريبا. تمام، عشان انا فاشله في الحساب. واحده ب10، لو جبنا مثلا 6 هنلاقي مثلا ان ال6 دول ب100، فنلاقي ان دول هيبقوا سعرهم ازيد، فممكن نجيب عدد اكبر في مقابل ان هم يقعدوا معانا عدد اكتر، وفي نفس الوقت هنوفر. هتبقى الواحده بدل ما هي ب15 جنيه جبناها ب10 جنيه. فكده انا علمته بشكل غير مباشر الافضليه بين الحاجات. نشوف مثلا في سائل المواعين مثلا، ده مثلا ب20 جنيه وده ب15، الاتنين كويسين والاتنين حلوين، فممكن نبتدي نقول له ايه، هنشتري مثلا اللي ب20 عشان حجمه اكبر مثلا. تمام. فلما نقسمها هنلاقي انه ده حجمه اكبر وان ده موفر اكتر رغم ان هو اغلى. او اقول له مثلا حاجه زي مثلا سائل مواعين بريل مثلا بتحطي نقطه بيرغي اكتر، في حين ان انت لغيتي مسحوق تاني ده ممكن يكون، انا مش بعمل اعلانات دي بس في المسحوق التاني ممكن اكون بحط زياده علشان يرغي، فيبقى انا كده ما استفدتش. فانا اشاركه الحاجات دي، التجارب الحياتيه دي في اختيارات البيت والحاجات دي كلها. نبتدي احنا نشوف مسافرين مكان، نبتدي نشوف فين المكان الافضل والريفيوز بتاعته كويسه وفي نفس الوقت ارخص، او نشوف ان هي ايه الحاجه بتاعته يعني ممكن تكون ارخص شويه. تمام.
بالنسبه للقيمه اللي هو بيقدمها وبالنسبه للريفيوز والكلام ده كله. فازاي ان انا اخد الحاجه بقيمه كويسه وجوده كويسه وباقل سعر قدر الامكان. خلاص. طيب فكره ان احنا نتكلم على النعم مش النقص، يعني اللي هو لا مفيش، مش معانا فلوس، ممكن نقول الحمد لله نقدر نشتري حاجه مفيده بالمبلغ ده. الحمد لله نقدر نشتري مثلا، وليكن بدل ما نشتري مثلا حلويات مثلا 3-4 اكياس شيبسي مثلا، لان الحمد لله هنقدر نشتري كيس شيبسي. فدايما ابقى بوريه ان في نعمه مش ان في نقص، انه لا احنا مش هنقدر نشتري، ما تحمد ربنا على الفلوس اللي موجوده وهكذا. لا، انا محتاجه ان انا اعرفه ايه اللي ممكن يشتريه بالمبلغ ده. يعني بدل ما اقول له لا ال 20 جنيه دي مش هتجيب مثلا حاجات كتير، هقول له ال 20 جنيه دي تقدر تجيب بسكوت وتقدر تجيب شيبسي. فابقى اوريله الحاجه دي بتعمل ايه، ابص للجانب الايجابي، الحاجه اللي تقدر تعملها مش الحاجه اللي ما تقدرش تعملها. فيبقى مركز دايما على ده تفكير ايجابي بقى، على نقطة النعم مش نقطة النقص. وده مهارة برضو على فكرة، التفكير الإيجابي، عمالين نكتشف مهارات اهو احنا بنتكلم. تمام. فكرة ان انا اعلمه يشكر ربنا على ولو حاجة بسيطة. دايما فكرة الامتنان عنده، ان هو يشكر ربنا على الحاجة اللي هو قدر يجيبها النهاردة. الحمد لله عندنا اكل، الحمد لله عندنا نت، الحمد لله عندنا تكييف، الحمد لله عندنا مروحة، الحمد لله عندنا كذا. فدايما ان انا اعلمه ان هو يشكر النعم اللي عنده ولو حتى لو بسيطة، عشان ما يعتادش ويألف النعم. فمهم ان انا يبقى كل يوم كده مثلا بناخد وقت ان احنا نمتن ربنا سبحانه وتعالى للحاجه دي، مره كل اسبوع، مره كل شهر. المهم ان احنا نعملها يعني بشكل مستمر قدر الامكان. فكده ابقى انا شغال على وعيه اكتر ما انا شغال على المصروف نفسه. انا كمان بشتغل على وعيه على المدى البعيد. اوكي. طيب فكره ان انا من وقت للتاني اسيبه شويه يغلط، ويغلط في حاجه احسن ما يغلط بعد كده في حاجه اكبر. فاسيبه شويه يغلط من غير ما اعاتبه ومن غير ما اقسى عليه ولا احرمه من حاجه. محتاجه ان انا اظبط معاه الميزانيه، نتكلم في الحاجه دي، طب الاسبوع الجاي ممكن تعمل ايه، الريفليكشن اللي احنا اتكلمنا عليه. والنقطه اللي بعد كده بقى، محتاجه ان انا اربط الفلوس بالوقت والجهد. يعني مثلا بابا مثلا اشتغل 8 ساعات عشان يجيب المرتب ده، يعني تفتكر انه مثلا الساعه بتاعته مثلا كلفت كام او كسب فيها كام. فابتدي ان انا اعرفه ان الجهد اللي هو بيبذله ده مقابله فلوس، مقابله طاقه، مقابله جهد، مقابله وقت. فده كله ما بيجيش بالسهل. فهو بذل حاجه، لانه بالنسبه له المصروف هو قاعد في على السرير وبياخد مصروف، هو قاعد يعني وبياخد مصروف. فبالنسبه له مبيبقاش مستوعب قوي. وانا مع فكره ان الولاد لما يكبروا شويه، فكره ان هم ينزلوا يشتغلوا عشان يحسوا بقيمه الحاجه دي. مهم قوي ان هم يبقوا بيشوفوا قيمه الحاجه دي، علشان ده يخليهم ان هم يبذلوا مجهود اكبر. تمام. محتاجه بقى ان احنا نتكلم اكتر عن قصص ناس حوشت، ودي اتكلمنا عليها قبل كده. القصص من الحاجات اللي بتوصل للقلب بسرعه جدا. محتاجه كمان ان انا اخليه يدور على البدائل الذكيه. يعني هو مثلا لو عايز لعبه معينه، ممكن اقترح ان هو يدور على نسخه تانية مثلا ارخص، او ممكن تبقى حاجه مستعمله بس جودتها كويسه. لو حاجه ان هي مش هتستعمل على الجسم او كده، لعبه مثلا عايز بلاي ستيشن، ممكن نبتدي ان احنا ندور على ان هو يبقى مستعمل. او عايز عجله، ممكن نشوف ان هي لو حاجه مستعمله. فالحاجات دي ممكن يبتدي ان هو يفكر بدايل يعني تانية. عايز مثلا يجيب حاجه مثلا احدث موديل، طب ممكن تجيب الموديل اقل وهو مش فارق كتير، وهكذا. اللعبه دي ممكن حاجه تبقى مثلا تقليد، ما تبقاش الاصليه. ففي مثلا ولاد كانوا عايزين لعبه اسمها سكرو، بس هي غاليه قوي الاصليه. فابتدوا هم يدوروا، قلت لهم لو عايزين تدوروا على بدائل. انا ما اقترحتش بقى، هم اوريدي يدوروا على ده. فهم دوروا لقوا حاجه ب 60 جنيه فاشتروها هم الاثنين، فكل واحد دفع 30 جنيه. فهي الفكره ان هم يدوروا على بدائل لو انت عايز الحاجه دي، او حوش وهاتها براحتك. طيب النقطه اللي بعد كده فكره الشراء الواعي بقى، ان احنا نبتدي ان احنا ننزل معاهم السوبر ماركت، نعلمهم واحده واحده نوفر قد ايه. طب بدل ما نشتري حاجتين نشتري حاجه واحده. نبتدي نعمل قائمه ونشتري الحاجات الاساسيه قبل الحاجه الفرعيه. ولو بقي معانا مبلغ من المبلغ اللي احنا مخصصينه للشراء، ممكن نشتري بقى حاجه تبقى رفاهيه، زي مثلا علبه عصير، زي حاجه زي كده. تمام. النقطه اللي بعد كده بقى، الفلوس وسيله مش غايه. مهم قوي ان احنا برضو نعلم الولاد ان هو يختار صح، ان هو ازاي يقدر يحوش، ان هو هيفهم ان هو يعني بيفرح بسلوكه مع الفلوس اكتر من الفلوس نفسها. ان هو قادر يحوش، ان هو قادر يمسك نفسه عن حاجه، ان هو قادر يبص لقدام، ان هو قادر يعمل حاجه اكبر فيما بعد. فدي حاجه برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. ممكن مثلا نعمل له ايه، ورقه كده تبقى ورقه الشهر.
للتوفير، ان هو كم مره وفر، كم مره فكر ان هو يشتري يفكر قبل ما يشتري، ما اشتراش على طول بشكل اندفاعي، كم جنيه حوشه. فيبقى بالنسبه له كده ايه، بيرفلكت اخر الشهر على الشهر نفسه. ده طبعا لما بيكبر شويه. تمام. يكبر قد ايه انا مش هقدر اقولك، بس لما يبقى واعي للنقطه دي وقادر ان هو يعملها. ممكن الاطفال يبقى مثلا عندها 7 و8 سنين بس عندها من الوعي اللي خليها تقدر تعمل ده. ماشي. مهم ان انا كمان احكي له عن اولويات البيت. فانا بالنسبه لي مثلا مرتب اول ما باخده بحط ده فلوس الكهرباء، ده فلوس الميه، ده فلوس الغاز، ده فلوس مش عارفه ايه، ده فلوس الايجار لو انا في شقه ايجار، ده فلوس مثلا قسط معين بدفعه، ده قسط المدرسه. فمهم ان انا برضو اعرفه ان اولويات الحياه في الاول خالص بنحطها، بعد كده بنبتدي نصرف الباقي. ما ينفعش ان انا اخلي الحاجه للاخر فلاقي نفسي نسيت الحاجات والاولويات والاساسيات، الاكل والشرب والكلام ده كله. فدي برضو مهم ان انا ايه، ابقى احكي له على حاجه زي كده واشركه معايا. تمام. النقطه اللي بعدها بقى، الحاجات دي بحبها قوي، ان احنا نعمل بازار للبيع والشراء. احنا زمان كنا بنعمل سوق التعليم المرن يعني للولاد، وهم كانوا لسه وقت ما كانوا بيتعلموا تعليم مرن. في الاول خالص كانوا بيبتدوا ان هو طبعا مش عارفين قوي قيمه الحاجه، مش عارفين يبيعوا ويشتروا كويس، بس ابتدوا يتعلموا بعد شويه، وكنا بنخلي قيمه الحاجه جنيه او كده. فيعملوا مثلا اكياس فشار، يعملوا مثلا كوبايه عصير، مثلا ازازه عصير ويصبوا في كوبايات وهكذا. بعد شويه ابتدينا نعلمهم ان انت جبت الحاجه بكام ومحتاج تضيف عليها مكسب قد ايه عشان تكسب. فانت بتاخد الحاجات الاساسيه مش بتسعر كده وخلاص. بعد شويه ابتدوا يتعلموا فكره المقايضه، فممكن انا اروح بدل ما اشتري منك وانت تشتري مني، فاحنا ممكن نقايض مع بعض. فانا ممكن اديكي اسوره وانت تديني مثلا توكه، بدل ما انا اشتري تبقى بنفس القيمه. او الاسوره مثلا وليكن ب5 جنيه وانت التوكه ب2 جنيه او ب2.5 مثلا، فانا هاخد 2 منك. فابتدينا نعمل مقايضه. وده بيخليهم، ده بالمناسبه كانوا بيعملوه مثلا في اخر البازار، او في اخر كنا بنسميه سوق يعني، في اخر السوق، لما الولاد يحسوا ان هم ما باعوش قوي، فنوع من انواع جبر الخاطر يعدوا على بعض يشتروا من بعض او يبدلوا او يعملوا مقايضه. فيبقى الولاد كلهم حاسين ان هم طالعين اكتسبوا حاجه جديده، وابتدوا يعرفوا حاجات جديده ممكن نعملها، مش كله لازم بالفلوس. ابتدينا نعلمهم في الفتره دي تاريخ الفلوس بقى، وازاي الموضوع بدا وهكذا، وان هم في زمان ما كانش موضوع اصلا فيه فلوس. فنعرف تاريخ الفلوس اصلا، وده برضو من الحاجات اللي اتعلموها، كانت تجربه لطيفه جدا جدا كنا بنعملها. احيانا كتير كانوا بيجيبوا حاجات قديمه عندهم، كتب، العاب قديمه بس حالتها كويسه، يبداوا يبيعوها، ما يعملوش حاجه جديده. فدي برضو حاجه من الحاجات الظريفه يعني. تمام. انا بس حابه اقول انه يعني الحوار اللي هو الرايح جاي احسن من فكره التوجيه المباشر او الشرح الممل، لان انا ما اقعد اشرح لك فتره طويله، بعد شويه تفقدي تركيزك ونص كلامي مش هتسمعيه اصلا. فمهم ان هم يشوفوا الحاجه بالقدوه، يشوفوا الحاجه بالممارسه، بالتعلم الذاتي، يتعلموا، يغلطوا ويصححوا نفسهم. فدي هتخليهم بعد شويه ما يبقوش حاسين ان الفلوس بالنسبه لهم ازمه، قد ما الفلوس بالنسبه لهم وسيله ان هم يعملوا بيها الحاجه اللي هم عايزينها، ان هم يقدروا يشوفوا ايه اللي ممكن يحوشوه يقدروا يجيبوه بعد كده. فيشوفوا امل في الحاجه دي فيما بعد يعني. لو مثلا لو هو حتى كمان سأل على حاجه مثلا فوق طاقتنا او فوق ميزانيتنا مثلا الشهر ده كعيله، فممكن اقول له انا مش هقدر اجيبها دلوقتي، بس ممكن بعدين، ممكن نخطط لها مع بعض ونشوف ممكن نعمل ايه. فهو بالنسبه له هنا يبقى فيه امل ان قدام شويه هيحصل حاجه. وزي ما قلت لكم ممكن نعمل طريقه التحويش العائليه بحيث ان احنا نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها، فما يحسش ان هو ايه، لا انا مش قادر اعمل حاجه، في حين انه انا ما رفضتش، ان شاء الله قدام شويه نحطها في الخطه. فيبقى عارف ان كل حاجه محتاجين نخطط لها، والموضوع ما بيحصلش بالسهل. مش زمان الولاد كانوا يقولوا لي ايه، مع اي حاجه انت عايزاها هتروحي تحطي الكارت في المكنه وتطلعي الفلوس. ايوه، ما الفلوس دي وصلت للمكنه ازاي؟ هما اكنهم كان عندهم جاب كده او فجوه، مش عارفين ان الفلوس دي عشان توصل باباهم بيعمل ايه علشان يشتغل وبيسافر قد ايه، بيبعد عننا قد ايه عشان يعمل الحاجه دي وميبقاش موجود معاك. فيعني ابتديت ان انا اشرح لهم ده شويه بشويه عشان يبداوا يفهموا الجهد المبذول عشان الفلوس دي تطلع. ابتدينا نتكلم معاهم عن شغل باباهم، قد ايه مثلا مجهد، وقد ايه بيعمل كذا، وقد ايه ما بيعمل كذا، ويكفي ان هو بيبقى موجود بعيد فتره طويله ما بيقدرش ينزل وهكذا. ففكره ان هم يعرفوا كمان عشان يقدروا مجهودنا ويقدروا مجهود الاب او الام. تمام. فدي كده يعني النقاط اللي احنا ممكن نعملها عشان ندرج من الولاد فكره المهارات وفكره ازاي يتعاملوا مع الفلوس بشكل صحي وبشكل افضل. فقولوا لي كده ايه رايكم في الجزء ده، و
خلينا نوقف لحد كده بص بصه ونشوف. مفيش مشكله، اللايف هيبقى موجود فممكن تسمعيه من الاول يعني عادي، مش للاسف ولا حاجه. كملي معانا، انا كده كده مقسمه الموضوع فقرات، في كل فقره بتكلم على حاجه مختلفه. اوكي اوكي. مش عارفه الكلام راح فين. فعلا اللايف حلو جدا للكبار او للصغار والله، لان فعلا احنا من اهم مصادر التعلم بالنسبه ليهم. على الله في ميزانك. ربنا يكرمك يا جهاد يا رب، تسلمي يا رب، ربنا يكرمك. طيب جهاد بتقول برطمان الاحلام والاظرف الملونه لانها بتعيد تاني معاه تاكيد كذا مهاره من المسؤوليه وتحكم شرائي وذكاء، زكاه مال من صغره. حلو قوي يا جهاد ما شاء الله. جهاد اللي عماله تكتبي بس على فكره، ناس كتير موجوده بس مش بتكتب، فانا شكرا يا جهاد والله ان انتي متفاعله كده وبتكتبي لي. بحب التفاعل، فاكتبوا لي ايه الحاجات اللي عجبتكم في، احنا قلنا نقاط التحويش، واتكلمنا كمان في ان احنا ازاي نعلم الولاد ان هم يديروا الموضوع من غير ملل ومن غير كلام كتير، وان هم يقدروا يحوشوا ما يحسوش ان الفلوس اداه ضاغطه قد ما هي وسيله بس تساعدنا ان احنا نجيب الحاجات اللي احنا عايزينها. اوكي طيب النقطه اللي بعد كده، تسلمي يا رب، تسلمي يا جميل. جميل جدا طرحك للموضوع ده بشكل سلس وبسيط، تسلمي يا تيسير والله، شكرا جدا. طيب هستناكم تقولوا لي ايه اللي عجبكم عشان ننتقل للنقطه اللي بعدها. ابني بيصرف باندفاع، اعمل ايه؟ كل حاجه يشوفها عايز يشتري، مصروفه بيخلص من اول يوم، يبدا يزن عايز يطلب تاني وعايز تاني وما يسيبنيش لما ياخد منه وهكذا. فالفكره ان ايه الخطوات اللي انا ممكن اعملها علشان ابني يبطل اندفاع مالي وان هو يبتدي يدير الموضوع. زي ما احنا قلنا، احنا لما بنتعلم احنا نفسنا حاجه جديده بنبتدي نعملها باسراف. يعني مثلا انا من ضمن الحاجات اللي بعلمها مثلا ساعات للبنات يعني او للامهات، ببتدي مثلا اقول لهم ان احنا ازاي نقدر نقول لا بطريقه ما تجرحش اللي حوالينا، وان احنا نحط حدود وهكذا. فلما نبتدي نعملها بنعملها شويه بطريقه ممكن تكون فيها اكستريم او فكره فيها يعني ايه اللي هو ايه بيكون فيها مبالغه، فاللي هو ايه انا برفض على اي حاجه واي حاجه، ممكن الاقي نفسي بتكلم بطريقه عنيفه شويه. ليه؟ لان انا لسه ما ظبطتش المهاره دي شويه، انا لسه ما ظبطتش وعايزه اعملها وعايزه احط حدود بسرعه اللي قدامي، فبالتالي انا ما بكونش في احسن حالاتي ولسه ما اتعلمتش المهاره دي. زي بالظبط مثلا سواقه العربيه، لما لو حد بيسوق مثلا هيلاقي انه في الاول خالص بيدوس على البنزين بعنف شديد او بيدوس على الفرامل فجاه، الفكره ان هو يبقى محتاج يوازن بقى بين دوسه البنزين دي ودوسه الفرامل علشان يظبط الاداء. ففكره برضو ان ابني بقى بيتعامل باندفاع ده ليه؟ انا محتاجه افهم سلوكه بدل ما اتحكم فيه. مش معنى ان هو بيصرف كتير ان هو فاشل او ان هو مسرف، انا مش محتاجه ان انا اديله ليبل او اديله وصف معين، محتاجه اشوف الاندفاع ده سببه ايه. ممكن يبقى حماس، ممكن يبقى قله وعي، ممكن يبقى هو لسه مش عارف يعمل ده ازاي او لسه ما اتعلمش المهاره بشكل كافي، محتاج لسه اشراف وتوجيه اكتر. ممكن يكون بيقلد صحابه فاصحابه بيصرفوا فهو بيصرف وخلاص. فاول خطوه محتاجه اعملها عشان اتعامل مع سلوك ابني الاندفاعي ان انا افهم ليه بيتصرف بالطريقه دي. طيب النقطه اللي بعدها ان انا محتاجه اعتمد مبدا فلوسه بتساوي مسؤوليته. فلو خلص المصروف في اي يوم او في اول يوم، انا هقاوم طول الاسبوع ان انا اديله اي فلوس زياده مهما حصل. ممكن بقى اساعده بطريقه تانية، ممكن مثلا اعمل له كيك في البيت، ممكن اعمل له شيبسي في البيت، اديله حاجات من البيت اديها له تبقى ايه يعني شكلها ملفت كده وشكلها لطيف، فيبقى هو بالنسبه له حاسس ان في بديل. ومن ناحيه تانية ادخله حته ان انا ممكن اكل برضو اكل من البيت واكل نظيف وكده وما فيهوش مواد حافظه واتبسط، مش لازم ان انا اشتري اكل طول الوقت، او ان انا اعزز عنده فكره ان انا ممكن اوفر واخد اكل من البيت وده هيكون اوفر بالنسبه لي وانضف وهكذا. ففكره الفلوس مسؤوليته، انا بفكر نفسي بالمبدا ده على طول علشان ما بقاش طول الوقت بوجهه ويعني ايه بجبته كده يعني. تمام. طيب فكره ان انا ااخر الشراء بدل ما ارفض تماما، يعني انا مثلا بدل اقول ما ينفعش تشتري دلوقتي، ممكن اقول له ممكن نحطها في قائمه الامنيات مثلا، ممكن نشوف بعد اسبوع لو انت لسه عايزها تمام، وبعديها نشوف اذا كنت لسه عايزها نقدر نشتريها. احيانا كتير لما بشتري اونلاين، عشان انا اصلا كمان كان عندي شراء عاطفي فتره من الفترات يعني، الحمد لله تخلصت من الموضوع ده. محتاجين ان احنا نحط بقى حته او كلما اشتريت دي في دماغنا ونطبقها.
فابتديت ان انا احط مثلا ايه في السله بتاعه المشتريات الحاجه، ممكن احسبها مثلا يوم يومين ثلاثه وارجع لها تاني، ابص الاقي نفسي شلت 3/4 الحاجات اللي انا عايزاها. فالفكره في ان انا كمان محتاجه اخلي ابني يتعامل بالطريقه دي. تعالى نشوف بعد اسبوع لو لسه محتاجها تمام، وبقيت اعمل الحاجه دي مع الولاد، الاقيهم بنسبه كبيره، نسبه مثلا 60% يقولوا لي لا 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 مش حاسه ان انا محتاجاها دلوقتي، او لا ممكن الاقي بديل، او ممكن اعمل حاجه تانية. ففكره ان انا اعلمه ان هو ياخر الشراء ده نوع من انواع ان هو ضبط الذات او ضبط النفس. فكره ان هو كمان ما يبقاش اشباع فوري، يبقى كل حاجه عايزها لازم يشتريها وكده، فيتعب في حياته فيما بعد، لان الحياه مش بتدي كل حاجه. وفكره كمان ان هو يحس انه تعب في الحاجه دي وخطط لها واستنى شويه وهكذا، وابتدى يخطط ويرتب الاولويات وهكذا. تمام. فدي نقطه. النقطه اللي بعد كده بقى محتاجه ان انا قبل كل شراء اقول له اسال نفسك 3 اسئله. انا ليه عايزها؟ هستخدمها ازاي؟ او هستخدمها في ايه؟ وهفضل احبها بعد يومين ولا لا؟ هفضل فعلا يعني مبسوط بيها بعد يومين، ولا خلاص زي بالظبط لما يجيب لعبه معينه وبعد يومين يحس ان زهقت منها، بعد ساعه اصلا احيانا بيبقى بعد ساعه خلاص زهقوا من اللعبه دي، واللي هم يعني خلاص اشبعوا احتياجهم بعد ساعه. فلو هو قدر ان هو يجاوب بوضوح يبقى كده ايه، هو ابتدى يتعافى شويه بشويه من الموضوع. هل هتظبط على طول؟ لا، المهاره بتاخد وقت زي ما قلنا، بيقع زي ما بنتعلم العجله. هو في الاول دي مهاره، الاول ما بيبقاش عارف يعملها، بعد كده بيبتدي يظبط الموضوع شويه شويه. طول ما انا موجوده، طول ما انا بحاول اشتغل على الحته دي طول الوقت معاه واوجهه. فالفكره ان انا محتاجه طول الوقت ان انا اشتغل على النقطه دي. تمام. ماشي. فالثلاث اسئله دي، وبالمناسبه الثلاث اسئله دي نسالها لنفسنا احنا كمان. تمام. النقطه اللي بعدها، خليه يحوش جزء من مصروفه غصب عنه بس بشكل ذكي. اوكي. فمثلا ايه، هنقول ان هو هيحوش 3 جنيه و7 جنيه يصرفه. انا بهزر على الموضوع غصب عنه، ده مش غصب عنه ولا حاجه. هي الفكره ان هو لما بيبتدي يحوش ونبتدي نعمل معاه طرق التحويش الذكيه اللي احنا كنا عملناها قبل كده، هو بيبتدي يبقى عايز يحوش. بعد شويه ما يلاقي مبلغ كبير اتحوش معاه، ايه ده بقى ده هيتجمدوا مثلا يبقوا 200 جنيه، فيا ده مبلغ كبير بالنسبه له، هيبقى مبسوط بيه قوي وحاسس بانتصار ان هو قدر يعمله. وبعد شويه زي ما قلت لكم نبتدي ان احنا نديه زيه او كده، فيحس ان التحويش ليه فايده وليه قيمه. ففكره ان انا طول الوقت ان انا ايه، ببقى كمان بشجعه على فكره انا مبسوطه قوي ان انت ما صرفتش على طول، وان انت فكرت الاول. انا عاجبني قوي ان انت استنيت شويه. انا عجبني قوي ان انت ما شاء الله خدت قرار واعي ان انت قدرت ان انت تستنى شويه وهكذا. ففكره التقدير دي فكره تدور على الحلو يزيد، ان انا بديله يعني باثني عليه في الحاجه دي، فان انا كل ما ابص الحاجه الحلوه هو يزودها اكتر ويبقى عايز يعملها اكتر. اوكي. الفكره ان انا ما اعيروش بقى باخطاء، ما بقاش اقول له شفت خلاص الفلوس ازاي، شفت انت ما بتتعلمش ابدا. الفكره ان انا محتاجه اقول له اكيد المره الجايه هتخطط بشكل احسن، انا واثقه جدا في اختياراتك، وان شاء الله المره اللي جايه هتقدر تفكر بشكل افضل وتشوف ايه اللي ممكن تعمله. ده في حاله انه خلص فلوسه كلها. في نفس الوقت انا ثابته على موقفي، مش هديله فلوس زياده. فانا بشجعه والله، بقول له يعني انا مبسوطه ان انت بتعمل كذا، او ان انت عملت الحاجه الفلانيه، او انا بقول له انت خلصت فلوسك خلاص، قدر الله ما شاء فعل، حاول تفكر المره الجايه ممكن تعمل ايه. فبنقله من عقليه الضحيه او عقليه الشكوى لعقليه الحل، اللي هو بقى خلاص هتحل الموضوع ده ازاي، خلاص هتعمل ايه المره اللي جايه، خلاص ازاي ممكن تتصرف في ده المره اللي جايه، وهكذا. لكن انا طول ما انا عماله بقول له طب شفت ومش عارفه ايه وبقطمه بس، هي دي الكلمه بقطمه، طول ما بقطمه بس يبقى انا كده مش هوصل لاي حاجه. فالهدف ان احنا مش نخلي الولاد يبقوا حاسين ان هم غلطانين طول الوقت، الهدف ان احنا عايزين نعلمهم مهارات تفضل لهم بعد كده. كان الشيخ محمد خير ربنا يديله الصحه كان بيقول دايما احسن حاجه تعلموها لاولادكم ان هم يكونوا معتمدين على نفسهم مش معتمدين عليكم. فانا عايزه بعد كذا سنه ما يبقاش ابني راجل كبير ولسه فاتح بيت ولسه معتمد عليا عشان مش قادر يدير فلوسه. واعرف ناس كده، ناس عندها 40 وقربوا على 50 وعندها عيله وما شاء الله عندها كذا طفل، ومش اطفال بقى ما شاء الله، ناس كبار، ولغايه دلوقتي لسه بيعتمدوا على اهلهم، ما بيقدروش ان هم يديروا فلوسهم بشكل كويس، مع ان هم بيقبضوا كويس جدا ما شاء الله وبيقدروا ان هم يعني يكسبوا كويس، بس الفلوس بالنسبه لهم مش قادرين ان هم يتعاملوا معاها. ليه؟ ما قدروش الموضوع ده من زمان. كل حاجه حبيبي انت عايزها اديها لك، كل حاجه يا حبيبي انت محتاجها اجيبها لك، من غير بقى او مش محتاجها عايزها لانه هو مش محتاجها. ففكره ان طول الوقت هو مش حاسس بان هو معاه قدر من الفلوس،
ولما يخلص ما يقدرش يتعامل، لا ماما موجوده في ظهري على طول. وده كتير بيعمل يعني حتى كمان صدمات، بسبب انه مثلا ايه، لو الاهل اللي هو معتمد عليهم مثلا حصل لهم ضائقه ماليه، او لا قدر الله توفاهم الله بشكل او باخر يعني، او ما بقوش موجودين، او ما بقوش قادرين ان هم يتعاملوا معاه، فبيتعب جدا نفسيا، لان هو مش عارف يعمل ايه، او ما بيبقاش قادر يكمل على المستوى اللي هو عايش فيه لغايه دلوقتي. تمام. فالموضوع ليه يعني حاجات فيما بعد يعني. طيب تعالوا كده لغايه هنا. انا عارفه ان انا طولت عليكم، بس عايزه اخلص الموضوع على بعضه لانه دسم، وقلت بقى انتوا تشوفوه براحتكم. احنا اتكلمنا في الاول امتى ابتدي ادي ابني المصروف، وايه النقاط اللي انا محتاجه اخلي بالي منها لما اديله المصروف. اتكلمنا بعد كده في فايده المصروف دي للولاد، مش مجرد فلوس بس بنديها لهم، لا بيتعلموا مهارات كتير، اكتر من 14 مهاره بيتعلموها مجرد ان هم بياخدوا الفلوس دي. اتكلمنا بعد كده في اخطاء شائعه في المصروف، احنا محتاجين ان احنا نخلي بالنا منها وما نعملهاش معاهم، علشان نقدر نساعدهم بشكل كويس وندعم ولادنا ونوجههم بشكل صحيح. اتكلمنا بعد كده في افكار للتحويش، اتكلمنا في افكار ابداعيه كتيره وبسيطه نقدر نعملها مع اولادنا او مع نفسنا. اتكلمنا كمان في لما ابني يكون مندفع، ايه الحاجه اللي ممكن اقدر اساعده بيها، وان هو يقدر يتعامل ازاي في الموقف ده، وان انا ازاي اراعيه واخليه ان هو يراعي الفلوس بشكل افضل. اتكلمنا كمان في نقطه كمان، هي ايه، ازاي اخلي ابني ان هو يتعامل مع الفلوس بدون ملل، وبخطوات عمليه تساعده ان هو يشتغل على مهاراته بشكل افضل. تمام. فكده دي النقاط احنا اتكلمنا فيها لغايه دلوقتي. النقطه اللي بعدها بقى ان احنا هنتكلم لو ابني بقى موفر بزياده او بيحوش بزياده، امتى اقلق وازاي اساعده. بس خليني اقرا التعليقات بتاعتكم، وزي ما قلت لكم انا مش هاخد اسئله دلوقتي لان انا ماشيه بتسلسل، وكمان هجاوب على اسئله، فهستاذنكم بس تستنوا وما تكتبوش الاسئله لان انا مش هشوفها، يعني هي هتروح في التعليقات وهيبقى كتبتي على الفاضي. تمام. جربت معاهم موضوع التحويش عشان نصيف مثلا، حلو قوي حلو قوي يا سلمى. عجبني فكره العمل، بنتي جربت تدي دروس للاطفال اصغر منها وتاخد اجر خاص بيها، ما شاء الله حلوه قوي ما شاء الله، اللهم بارك يا سلمى، حلو جدا. عجبني موضوع البازار والسوق، هعلمه لاحفادي باذن الله لما يكبروا شويه. حلو قوي يا صاحب، مبسوطه اصلا ان انت هنا. فكره برطمان الاحلام هجربها على طول، حلو جدا. ماشي. ايه انت كاتبه سؤال، فانا مش هجاوب على اسئله دلوقتي زي ما قلت لك، مش هعرف اجاوب دلوقتي. بصي توأم روحي، انا مش عارفه اسمك ايه، انت بتقولي مش بدي ولادي فلوس، فانت ممكن تسمعي اللايف من الاول بقى تعرفي الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها والمهارات اللي هم يتعلموها لو هم خدوا مصروف، وساعتها تقدري تقرري. انا ما اقدرش اقول لك ده صح ولا غلط ولا دي اثر سلبي على شخصيتهم ولا لا، انت اللي تقدري تقرري ده. انا طرحت الموضوع بشكل واضح وانت اللي تقدري تقرري، سواء بقى انت حابه تديهم او لا زي ما انت عايزه. طيب ما عشان كده بقول لكم يعني، بصي رضوى كاتبه لو حد زاهد بيحوش بلا هدف لدرجه اي حاجه فيها مشكله وان هو مش عايز يصرف يعني، فانا لسه هتكلم والله، ادوني فرصتي. فانا ماشيه معاكم والله خطوه خطوه، ما تكتبوش اسئله، خليكم بس ماشيين معايا واحده واحده. ماشي. طيب اشربوا ميه وبعدين نكمل باقي اللايف. طيب بسم الله. ابني بقى بيحوش بلا هدف، بيحوش وخلاص، ما بيحبش يصرف خالص، موفر بالزياده، ازاي اساعده وامتى اقلق؟ يعني ممكن يبقى بيعمل ده بشكل واعي وصحي، وممكن يبقى حاجه مقلقه شويه. طيب فكره لو انا لاحظت على ابني ان هو بيخزن الفلوس ومش بيصرف منها نهائي، مش عايز يصرف، بيحس بتوتر او بذنب لو هو اشترى حاجه، بيرفض يشتري حاجه هو محتاجها فعلا، يعني هو محتاجها ويبتدي ان هو يحرم نفسه، وانا بشوف ده ان هو بيحرم نفسه تماما، بيقلق جدا من فكره ان الفلوس تخلص، بيبقى بالنسبه له دي حاجه يعني بتحسسه بعدم الامان، بيقارن نفسه دايما بالناس في المصاريف، او ان هو احيانا بيذكر الخوف من الفقر او كده. ده معناه ان هو ممكن يبقى عنده افكار سلبيه
اتربى عليها نتيجه البيئه اللي هو فيها، او نتيجه دروب مثلا حصل مع الاسره او كده، او بيقلد الكبار بشكل او باخر لو في حد من الابوين او في العيله بيعمل الحاجه دي. فده معناه ان الطفل ده خايف ان هو ما يبقاش معاه فلوس، عنده حاجز نفسي زي الخوف، او ان هو عايز يبقى مسيطر فيبقى معاه فلوس وده بيحسسه بالامان، خايف من الحرمان، او ان هو ما يبقاش بعد كده معاه فلوس او كده. فبالتالي الطفل بيبقى الموضوع فيه حاجز نفسي محتاج ان هو يشتغل عليه. تمام. اعمل ده ازاي او اساعده ازاي؟ اول حاجه ان انا محتاجه اغير اللغه عن الفلوس، بدل ما فيش او الفلوس بتخلص او انت مش شايف الدنيا غاليه ازاي او الكلام ده كله، محتاجه ان انا دايما اوجه نظره لفكره ان الفلوس دي وسيله بتساعدنا، واحنا محتاجين ان احنا نختار بحكمه علشان نقدر ان احنا يعني نشتري الحاجه اللي احنا عايزينها وكده، والفلوس بتروح وبتيجي، وان ربنا بيرزق، وان ممكن يكون معانا فلوس قليله بس ربنا مبارك فيها، ناس ممكن يبقى معاها فلوس كتير بس ربنا مش مبارك. فمفهوم البركه محتاج يتفهم في حياتنا، ما يبقاش ان احنا فكره ان حاطين في بالنا فكره ان احنا لينا سيطره على الفلوس وبس. فده مفهوم محتاجين ندخله للولاد، فكره البركه ان ربنا مبارك. ممكن يبقى معانا فلوس كتير بس مثلا كل شويه حاجه بتبوظ مثلا عندنا في البيت، بنصرف كتير على تصليحات اللي موجوده في البيت. ممكن يبقى معانا فلوس كتير بس لا قدر الله حد فينا بيعيا او كده، فبنصرف الفلوس اغلبها على التعب. وبرده ده يعني لا يخلى من فكره ان احنا هنتكلم على الابتلاءات وكده، بس فكره انه ممكن يكون معانا فلوس كتير بس احنا بنصرفها ومش مبسوطين برده، ممكن ده مثال برده يتذكر للطفل. النقطه اللي بعد كده محتاجه ان انا يعني امدح القرارات بتاعته لما بيصرف بعقل. يعني انا مبسوطه قوي ان انت اشتريت، او ان انا مش امدح، ان انا اثني، يعني بلاش امدح دي، ان انا ان انت اشتريت حاجه الفلانيه، انا مبسوطه قوي ان انت اشتريتها لانها فعلا مفيده. ساعديه ان هو يصرف، وان انت تعلقي على الصرف بتاعه ده ان هو اتصرف بحكمه، وان هو عمل الحاجه دي بحكمه، فانت مبسوطه قوي بتثني عليه بالشكل ده. عرفني اكتر انت ازاي بتقدر تصرف يعني بتأني كده، علشان انا كمان عايزه اتعلم منك. فابتدى ان انا اثني على النقطه اللي هو بيعملها، وان انا اشجعه انه حلو قوي ما شاء الله ان انت بتعمل ده. اوكي، ان انت بتعمل ده، هي حاجه حلوه ان انت بتعملها، ومحتاج ان انت تعملها على طول، ان انت بتصرف بوعي مش بتصرف وخلاص. ودي حاجه عجباني ليك، ان فكره ان انت بتصرف، يعني انا اقول له على حته ان انت بتصرف دي حاجه حلوه، لكن ان انت بتصرف كمان بوعي مش بتصرف وخلاص. خلاص، دي النقطة التانية. النقطة اللي بعد كده ان انا محتاجة اعرض عليه تجارب صرف ممتعة. يعني ايه رأيك نروح نشتري حاجة بسيطة لمناسبة؟ ايه رأيك تشتري هدية لصاحبك؟ ايه رأيك تشتري هدية لحد من قرايبك؟ ايه رأيك تشتري مثلا هدية لنفسك؟ ايه رأيك نعمل حاجة حلوة بسبب الفلوس؟ ايه رأيك مثلا تعزمني على حاجة واعزمك انا على حاجة؟ فكده هيشوف ان الفلوس ممكن تبسطنا، مش لازم يبقى طول الوقت احنا بنحوشها، في حاجات بتبسط تانية بالفلوس. محتاجة برضو ان انا استخدم معاه قائمة كده بنسميها قائمة الرغبات، بدل ما انا احوش طول الوقت بشكل مشدد او يعني متشدد جدا. محتاجه ان انا اعرفه ان في حاجات مهمه، في حاجات بتحب تشتريها او تحب تشتريها، في حاجات ممكن تفرحك، في حاجات ممكن مثلا يعني ان انت تفرح بيها حد تاني، وهكذا. ممكن في حاجات بقى ممكن تحوش، او ممكن يبقى ظرف كده للتحويش. فممكن الاظرف اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده ان انا انوع له واعرفه انه حلو ان انت تحوش، بس ممكن بتأني او يعني من غير برضو من غير ما تصرف في ده. وفي نفس الوقت ما اعرفوش، يعني ما اقولوش ان انت يعني ان انت بتحوش بزياده، او ان انا يعني اتكلم على السلوك اللي هو بيعمله ده ان هو اناني او ان هو بخيل او كده. ما نوصموش بطريقه سيئه تخليه ان هو يبقى مش عايز يعمل الحاجه دي. تمام، هي حاجه في حد ذاتها مش وحشه، هو التطرف فيها هي اللي مش حاجه حلوه. اوكي، ف ما تخليهوش هو يبقى الطفل المثالي في البيت. شوف اخوك بيحوش ازاي، شوف اخوك شايل الفلوس ازاي، انت ليه مش زيه، وتقارنيه واكنه هو النموذج الصح بالنسبه لاخواته. فبالتالي انت يعني اكنك بتثني على السلوك ده، فهو هيكمل عليه، هيبقى طول الوقت عايز يكمل على السلوك ده، اكني بقول له اللي انت فيه صح فكمل فيه. خلاص. النقطه اللي بعد كده محتاجه ان انا اساله عن احساسه لما هو بيصرف. فانت حاسس بايه لما بتصرف؟ ايه اكتر حاجه بتخوفك؟ انت شايف الفلوس ازاي؟ وهكذا. الكلام ده هيفتح لك بقى جواه هيفتح يعني المساحه اللي تقدري تتكلمي منها، تعرفي جواه ايه علشان تقدري تتكلمي على ده. لانه احيانا كتير قوي بيبقى عندنا معتقدات سلبيه عن الفلوس.
ان هو مش حاسس بالامان، خصوصا لو الاب والام مثلا مروا بضائقه ماليه فتره من الفترات وهو اتحرم من حاجات كتير كان بيحبها، او كانوا في مستوى ونزلوا لمستوى تاني، او كانوا في درجه اجتماعيه ونزلوا عن الدرجه دي. فده كله بيخلي عند الطفل من غير ما يتكلم معتقدات هو شايفها، فهو بالنسبه له مش عايز يصرف، مش عايز يعمل حاجه. طيب فيعني دي كلها تقريبا النقاط اللي احنا كنا بنتكلم فيها. التوفير في حد ذاته مش حاجه سيئه، مش سلوك سيء، هو الفكره انه ازاي يديره، وازاي ان هو يصرف ويحوش ويستمتع ويبقى بيعيش براحه. الفكره دي مهمه قوي علشان يعني ايه يقدر يعيش حياته بتوازن اكتر، وان هو يبقى بيوازن بين الامور، ما يبقاش لا هو بيصرف قوي ولا هو برده مدخر بشكل مميت، يعني ان هو حارم نفسه اغلب الوقت، عشان الموضوع ما يتحولش فيما بعد البخل او كده. طيب تعالوا بقى ندخل على، انا خدت الاسئله اللي انتوا كنتوا كتبتوها وهي دي الاولويه بالنسبه لي، عشان انا خدت الاسئله اللي انتوا كنتوا كاتبينها على البوستات اللي فاتت بتاعه مصروف ابني. فايه المعايير اللي تخليني احدد المبلغ المناسب لو في اكتر من طفل، مراحل عمريه مختلفه؟ مثلا ازاي ان انا ادي ابني حاجه معينه، طب هيعمل بيها ايه، او هاديله كام مثلا مصروف؟ فاول حاجه بنحدد عليها المبلغ المناسب للمصروف. في 3 معايير بنحدد عليهم. المعيار الاول هي المرحله العمريه، ابني في سنه كام، مستقل ولا لا، اصلا عارف يتعامل مع الفلوس ولا لا، مسؤول ولا مش مسؤول، انا دربته كفايه ولا ما دربتوش كفايه. فاكيد الطفل اللي في ابتدائي غير الطفل اللي في ثانوي، اكيد كل واحد مرحله عمريه مختلفه فمصروفهم اكيد هيختلف. طب الحاجه الثانيه احتياجات الطفل الفعليه، هل هو بيشتري مثلا وجبه من الكانتين، وجبه اكل ما بتدروش اكل مثلا، هل بيروح المدرسه لوحده، هل عنده انشطه خارجيه بيدفعها هو، هل عنده تليفون لما يكون اكبر شويه بيشحنه. فالحاجات الاساسيه دي كلها بناء عليها بحدد المصروف اللي انا بديهوله. تمام، هل بيحوش ولا ما بيحوش، الكلام ده كله. طيب النقطه الثالثه والمهمه طبعا هي فكره قدرتي انا كاسره او كعيله، يعني ايه الوضع المناسب لينا بالنسبه لاحتياجاتنا. وليكن مثلا يعني لو اب مثلا بيقبض في الشهر 1000 جنيه، مش الطبيعي انه هيدي مثلا ابنه 400 جنيه في الشهر، مش هيقدر يعمل ده. هيبقى بالنسبه له اللي هيقدر يديهوله مثلا 50 جنيه 100 جنيه مثلا على سبيل المثال يعني. فطبعا بناء على البيت دخله كام هنقدر نحدد احنا هنقدر ندفع كام. ممكن يكون مش انسب مبلغ بالنسبه للطفل، بس هو دي قدرتنا وده اللي احنا نقدر نعمله. تمام، فدي كده ال3 معايير اللي انا هقدر اتكلم فيها. فدي كده اول نقطه، المرحله العمريه والمعايير اللي انا بتكلم عليها ان انا اقدر احدد ازاي. في حاجه كمان، لو الطفل في مرحله عمريه مختلفه عن اخوه ايه اللي ممكن اعمله؟ طبعا الصغير هيقول لك اشمعنى اختي واشمعنى اخويا، اشمعنى هما بياخدوا اكتر، فهتكلم معاه انه لما تكبر شويه هتقدر يكون عندك مصروف اكتر، ان اخوك في مرحله عمريه مختلفه، ان اخوك بيعمل كذا كذا كذا، ان كل مرحله ليها احتياجاتها المختلفه، ان الكبار بيكون ليهم مرتب او ليهم حاجه اكبر، مش عشان هم كبار بس، عشان هم كمان احتياجاتهم بتكبر معاهم. ومهم قوي ان انا اعرفه الفرق بين العدل والمساواه، وانا في مره من المرات كنت كاتبه بوست عن الموضوع ده، فممكن تبقوا بتشوفوه، ومكتوب في كتابي برضو الكتاب بساطه تقبل الحب كمان انا كاتبه عامله قصه عن العدل والمساواه. تمام، فبعرفه انه فكره ان انا ما ينفعش اساوي الكل، محتاجه ان انا اعدل ازاي، ان انا ادي كل واحد احتياجاته. ما ينفعش اساوي لانه كل واحد عنده احتياج مختلف. ما ينفعش ادي كل الناس ملوخيه وفي مثلا 2 ما بيحبوش الملوخيه، محتاجه ان انا اشوف احتياجات كل واحد ايه واديها له. تمام. طيب يعني دي كده النقطه بتاعه الطفل بيعمل ايه. انا لو ابني طلب زياده بعد ما انا ابتديت ان انا اديله مصروف والمصروف ده ما بقاش مكفي معاه، انا محتاجه اخليه نقطه بقى اللي هي مهاره اتخاذ القرار، ومهاره ترتيب الاولويات، ومهاره كمان التفاوض. تمام، ففكره انه اقنعني ايه المصروف ده، انت ليه محتاج اكتر، انت ليه محتاج تزود المصروف بتاعك، اقنعني هتعمل بيه ايه. لو انا اقتنعت ممكن نشوف الموضوع ده، فاعرفوا ان الموضوع الباب مش مقفول. ممكن ان انا لو قدرت ان انا ازود له المصروف، ممكن لو طلب وليكن مثلا مبلغ مثلا 100 جنيه زياده، اقول له طب ممكن يبقى 50 مثلا، او ممكن يبقى 20 جنيه مثلا زياده، ده اللي انا هقدر عليه مثلا دلوقتي. عارفه ان هما مش مبلغ كبير، بس بالنسبه لي ده اللي هقدر عليه دلوقتي، وقدام شويه ان شاء الله لو قدرت ان انا اعمل ده معاك هعمل.
ففكره ان انا برضو يبقى في تفاوض، وفكره ان الكلام رايح وجاي، وان انا اكون كمان بتاكد ان هو قادر يدير المبلغ بتاعه الصغير، فلما اديله مبلغ اكبر يقدر يحافظ عليه. طيب شوف انتوا كاتبين ايه. حلو حوار الهدايا والعزومات دي. طب الحمد لله، احنا بس لو نصبر بس رضوى الادمن يعني فمسخف عليه. بس عايزه اقول لكم ان انا لسه جايه في موضوع كمان الحاجات اللي خاصه بالحلويات، والحاجات الخاصه بانه في نقطه تانية برضه كنت عايزه اتكلم فيها. حلويات وايه بالتالي دي اخر نقطه هنشوف. انا مش فاكره، بس لا في حاجه تانية كمان هنبقى نشوف. مصروف ابني ازاي يستخدمه او يستخدمه في ايه او كده، دي برضه هنتكلم فيها. طيب لحد هنا كده قولوا لي يعني اكتر حاجه نورت معاكم كده. خليني اخد نفس كده، فاضل لنا خلاص حاجه بسيطه. انا عارفه انا طولت قوي، شكرا الناس اللي قاعده لغايه دلوقتي والله يعني شكرا جدا. بس قولوا لي ايه الحاجات اللي نورت معاكم كده لغايه ما اخد نفس ونكمل تاني ان شاء الله. يلا اكتبوا لي اكتر حاجه نورت معاكم لغايه دلوقتي. جزاك الله خيرا ويبارك فيك يا عبدي. تسلمي يا تيسير. انا بس محتاجه اعرف منكم ايه اللي عجبكم لغايه دلوقتي. بحب التفاعل، فشاركوني كده احس ان انا يعني بتكلم كده معاكم وانتوا منتبهين. جزاك الله خيرا، بحبك وبحبك مش عندكم تعبير وده. تسلمي يا منى، ربنا يخليكي. يلا هستناكم تكتبوا لي. ناخد دي بريك كده تكتبوا وانا اخد نفس، وبعدين نرجع تاني نكمل ان شاء الله. اين انتم؟ هشوف يكتب. ماشي. المهارات اللي بعلمها لاولادي ومنها مهارة التفاوض. حلوة جدا، شكرا يا سحر انتي كتبتي. كلامك مريح جدا، ربنا يدي اولادنا اللي نور معايا العدل وليس المساواة، وازاي اصبر عليهم في تعليم المهارات من ناحية ادارة المصروف. حلو قوي. رضوى بتقول اللايف يشد بصراحة وكله مهم. يبقى رضوى مركزتش، وده بقيتي كله مهم دي شكلها مش مركزة معايا. طيب سلمى بتقول جميل كل كلامك والله. ماشي، انا عايزه حاجه محدده. رضوى وسلمى قولوا لي ايه اكتر حاجه يعني لفتتكم. اكتبوا كده عبال ما نكمل. طيب ازاي نتكلم معاه بقى؟ انا دلوقتي عايزه اوجه ابني، بس في نفس الوقت مش عايزه افرض عليه اختياراتي، وفي نفس الوقت انا مش قابله برضو ان هو يشتري بكل مصروفه حلويات بس، او ان هو يضر نفسه يشتري حاجات غير مناسبه. فازاي اسيب له حريه الاختيار، وازاي في نفس الوقت برضو اشتغل معاه على فكره التوجيه من غير ما اتحكم فيه. هنقعد في قعده صفا كده نتكلم معاه. بص يا حبيبي، انا مش زعلانه ان انت اشتريت الحاجه اللي انت بتحبها، او مش زعلانه ان انت بتشتري الحاجه اللي انت بتحبها. دي فلوسك، انا واثقه فيك وواثقه في اختياراتك، وان انت هتتعلم بمرور الوقت. حتى لو انت دلوقتي ممكن تكون اختياراتك مش احسن حاجه، او ان انت بتشتري حاجات ممكن تكون ما تكونش مفيده قوي، بس انا عارفه ان قدام شويه هتقدر ان انت تشتغل على الموضوع ده وتساعد نفسك تبعد عنك الحاجه اللي بتضرك. فمهم قوي ان احنا برضو يعني نبقى بنضيف للموضوع ده ادوات تقدر تساعد الطفل. فممكن ابقى انا من الاول خالص، يعني الوقايه خير من العلاج، فانا ممكن احط قانون من الاول خالص ان حاجه واحده بس في اليوم، حاجه حلوه بس في اليوم هي اللي احنا نقدر نشتريها. فيشتري نوع حلويات واحد بس ايا كان النوع ده إيه، عشان جسمنا بيقدر يستحمل اكتر بالشكل ده. وان انت تحطي اتفاق ان هو الحاجه دي كل ما تكون صحيه كل ما يكون افضل. فده يبقى اتفاق ما بيننا، موافق على الاتفاق ده تمام. فمن قبل اصلا ما ياخد المصروف نبتدي ان احنا نتفق معاه على حاجه زي كده.
وفي نفس الوقت انا بزود عنده الوعي بصحته، بايه الحاجات اللي تفيده وايه الحاجات اللي مش بتفيده. في نفس الوقت انا بعمل له حاجات صحيه وطعمها حلو وشهيه وهو بيتبسط بيها، فتبقى هو بالنسبه له انا بقلل المساحه بتاعه الحاجات المضره وبزود عنده المساحه بتاعه الحاجات المفيده او الحاجات اللي هي يقدر ان هو يعملها، يعني يقدر ان هو يشتريها او كده. ولو عايز تشتري حاجه تبقى مره واحده بس. احنا مثلا مره من المرات، يعني فتره من الفترات، يعني كنا بنعمل انه يوم واحد بس في الاسبوع هنشتري الحاجات الحلوه اللي احنا عايزينها ونقعد ناكلها مع بعض. فنبتدي ان احنا نعمل يوم الحلويات، فنقعد نشتري اللي احنا عايزينه، بس في حاجات كنا بعيده عنها. يعني قبل المقاطعه كان مثلا ممنوع البيبسي، ممنوع مثلا ايه حاجات معينه مثلا زي الشيبسي او كده، كنا مانعين حاجات معينه، فنقدر نشتري اي حاجه تانية بعيدا عن دول ونقعد مع بعض ناكلها. شويه شويه بقيت ازود حته الوعي انه تعالوا نعمل حاجه تبقى مع بعض. ممكن تبقى حاجه مش صحيه مثلا كيكه عادي بسكر، بس تعالوا نعملها مع بعض، وكيكه شوكولاته وهكذا، وتبقى ايه ده احنا وفرنا قد ايه، ده كلفت كام وهكذا. فعرفوا انه ممكن نتبسط في البيت من غير ما نشتري حاجات كتير. ممكن مره نعمل فشار، ممكن نعمل ترمس ونتفرج على حاجه مع بعض. بعدين ابتدينا شويه شويه نباعد الموضوع ده، انه مثلا مره في الشهر او مره كل اسبوعين. بعد كده ابتديت اديهم المصروف، وابتديت ان انا اسيبهم بقى لاختياراتهم. والله انا وصلت لمرحله انه خلاص انا دلوقتي هم قادرين يحددوا ايه اللي هم المفروض يعملوه وايه اللي المفروض يعملوهوش. بس بالمناسبه كتير بيعملوا حاجات يعني عكس اللي احنا اتكلمنا فيها، بس انا يكفيني ان هم عارفين ان ده مش صح. فلما بيجيبوا حاجه مثلا فيها صودا، بيجيبوا حاجه مثلا فيها شيبسيات او حاجات فيها حاجات مهدرجه والكلام ده كله، انا عارفه ان هم عارفين ان ده مش صح. كونهم ان اختاروا ده، انا بالنسبه لي خلاص عملت المهمه بتاعتي. يجي بعدين بقى مثلا يكتشفوا ان ده مأثر على صحتهم بشكل او باخر. لو لا قدر الله تعبوا مثلا راحوا للدكتور، فالدكتور يسالهم، اول حاجه يسال عليهم مثلا انتوا بتاكلوا حلويات، انتوا بتاكلوا حاجات فيها مواد حافظه، انتوا بتعملوا كذا. فيبقى نصيحه حاجات من حد برايا مش انا اللي بقولها لهم، وفي نفس الوقت انا اديت المهمه اللي عليا. انا فضلت فتره طويله بحاول على قد ما نقدر نقلل ونقنن الموضوع ده. اوكي، فدي بالنسبه للنقطه دي. طب النقطه اللي بعد كده فكره ان انا اقسم معايا الموضوع بشكل مختلف. يعني اقول له ايه؟ هقول له حاجات تبقى ممتعه بالنسبه لك، يعني حاجات تبقى مفيده وممتعه، وحاجات للتحويش. فانا ممكن اقسم معايا المصروف لحاجه من هذا القبيل. فحاجات تبقى ممتعه، الفكره ان هي مثلا ايه، ممكن تبقى حلويات، او فكره السناكس اللي ممكن يبقى بيجيبها. حاجات تبقى مفيده وممتعه، ممكن يبقى ادوات او العاب او حاجات مثلا مفيده، وممكن يبقى اكل مفيد يعني سناكس، بس تبقى حاجه مفيده وممتعه في نفس الوقت. والحاجه الثالثه هي فكره التحويش، وطبعا احنا اتكلمنا برضو على الصدقه، دي الحاجه الرابعه. فكده يبقى هو بيقسم مصروفه بهذا الشكل، فيبقى عارف يصنف اللي هو ايه الحاجه اللي ممتعه بس مش مفيده. ممكن حتى نقول له كده ممتعه بس مش مفيده، والحاجه المفيده وممتعه في نفس الوقت، والحاجه اللي ممكن نحوشها او جزء نحوشه. والجزء الرابع هو فكره الصدقه. فانا مش بقولك ان انت ما تجيبش، بس بقولك ان انت توازن على قد ما تقدر، علشان الحاجه اللي تفرحك دي تكون مفيده بالنسبه لك، وان انت تقدر ان انت تبقى بتراعي جسمك، وان ربنا سبحانه وتعالى برضو مديك امانه فتحافظ عليها. ونحاول على قد ما نقدر نقلل المحاضرات، بلاش محاضرات كتير. ممكن نبقى بنفرجهم على فيديو. مثلا احمد شوقي مره كان بيتكلم على اثر السكر في دماغنا، وموري تجربه عمليه ومصور دماغه وهو بعد ما كل حلويات، وانه قد ايه بيأثر عليه، وقد ايه ده بيأثر على الخلايا ربنا يعافينا السرطانيه مثلا. فقعدنا نتفرج على حلقه زي كده، وقد ايه مثلا اثرت مثلا فيهم، وازاي ان الناس السكر ده بيبقى اذى كتير في حاجات كتيره وامراض كتير. فممكن انا ببقى بوعي من ناحيه تانية بشكل غير مباشر، وبقلل نصايح وتوجيه على قد ما اقدر. تمام. فالنقطه اللي بعدها هي اصلا انا كاتباها فكره المواقف مش المحاضرات. فما بقاش بحاضر كتير وبقعد اتكلم كتير. انا مثلا وليكن هو جايب النهارده 3 انواع شوكولاتات، فاقول له مثلا ايه، بدل ما اقول له ليه صرفت ده كله وايه لازمتها كلها شوكولاتات، اقول له طب تعالى نفكر سوا كده، لو جبت نوعين بس وقدرت تحوش مثلا الثمن الشوكولاته الثالثه، ممكن الاسبوع اللي بعده او في اخر الشهر ممكن تكون كسبت ايه. فيبتدي ان هو يشوف بنفسه ايه الحاجه اللي ممكن يخسرها لو ما عملش الحاجه الفلانيه. او جاب 3 شوكولاتات فبكره ما بقاش معاه فلوس، فهو من نفسه هيعرف انه انا اصرفت النهارده 3 وبكره ما بقاش معايا فلوس، ففقد حاجه. فيبتدي يحس ان هو بيخسر او بيندم. تمام. فكره اساله عن رايه، انت شايف الحلويات الكتير دي بتخليك مبسوط بعدها،
ولا بتحس ان انت مثلا صرفت بسرعه، او بتحسسك مثلا بحاجه تانية؟ يعني انا مثلا انا بتحسسني ان انا ندمانه علشان انا اكلت حاجات كتير مثلا مسكره النهارده، وانا مثلا ايه ده هيتعبني او ده هيأذيني، او مثلا ده هيحسسني ان انا يعني بكره مش هقدر اكل نفس الحاجات دي، خلاص انا اكلت النهارده، وهكذا. فنبتدي يبقى الموضوع حوار، وابقى فعلا عايزه اسمع منه، مش عايزاه يقول الاجابه اللي انا عايزاها، لانه احيانا كتير بيبقى بيقول حاجه بس هو من جواه حاجه تانية، بس مجرد انه ما يحسش ان انت انتصرتي عليه. تمام؟ فاسمعي منه، ما توجهيهوش ايه ده، يعني انت مثلا ما ندمتش، يعني انت ما حسيتش انا اكن انا عايزه اخليكي تقولي حاجه معينه انا عايزه اسمعها منك، فده مش بيفيد، الحوار مش بيفيد. فاسمعي، قولي له تمام، انا بالنسبه لي والله بحس ان انا بعد شويه ببقى مبسوطه جدا، في ساعتها، بس بعد شويه بحس نفسي ان انا متضايقه قوي، وحاسه ان انا ندمانه ان انا اكلت السكريات دي، فده بالنسبه لي يعني، وخلاص وقفلي الحوار على كده. تمام؟ فدي كده يعني النقاط اللي انا محتاجه ان انا اخليه يفكر فيها قبل ما يختار، وان انا محتاجه اسيب له شويه وقت، ومش كل مره اعلق بالمناسبه، اسيبه يعني شويه بشويه، ان هو يقدر يعني يعرف انه ان هو يبقى هو بيطلع النتيجه دي لوحده، او ما يعرفش. بس انا بالنسبه لي، او يعني ما يطلعش بالنتيجه دلوقتي، بس انا بالنسبه لي بزرع بذره من وقت للتاني، بحاول ان انا ازود الوعي من وقت للتاني. انا بالنسبه لي عملت دوري وعملت اللي عليا. تمام؟ والاتفاقات بقى ممكن يبقى بالنسبه لنا مثلا ايه، بنختار مثلا عواقب مثلا بعدها، حسب بقى ايه فكره القواعد والاتفاقات بتاعه البيت. لو انتم مش عارفين القواعد والاتفاقات ازاي ممكن نعملها، ممكن تقولوا لي، ممكن مره بقى اطلع اقول لكم ازاي نعمل القواعد والاتفاقات مع الولاد، وازاي ممكن نمشي على القواعد والاتفاقات دي. اوكي؟ طيب، تعالوا كده نقرا التعليقات بعد ما نكمل. اني اشاركهم في المصاريف الكبيره، حلو قوي، دي سلمى. وانهم يعرفوا ان الفلوس مش بتيجي بسهوله عشان نصرفها بسرعه، لازم يكون في تأني وتفكير في موضوع الصرف. سحر بتقول فكرتيني بأمي الله يرحمها، لما كنا ننزل محطة الرمل نتفسح تقول لي ليكي طلبين. حلو قوي، حلو قوي، انا كمان بعمل مع الولاد كده. رضوى بتقول فكرة برطمان الأحلام وفكرة الشراء العاطفي وتحديد الأهداف هو عايز بيها، ومتابعة هو فعلا عايزها ولا لأ. فكرة كل ما اشتهيت اشتريت حاجات كتير. والله لا، رضوى شكلها مركزة، ظلمتها، بس عادي، هي تستاهل الظلم عادي. تسلمي يا اسماء، ربنا يكرمك بنورك. حلو قوي اني اعرفهم تكلفة الحاجة، وان كيكة البيت ارخص وانضف. حلو جدا. اهم حاجه بس بدون كلام كتير، لانه التوجيه الغير مباشر ده، هي سحر سبحان الله كاتبه التوجيه الغير مباشر حلو قوي بالظبط. هي انا مش محتاجه اقول لهم بصوا تخيلوا الكيكه دي اتكلفت في البيت قد ايه، واهم حاجه ان احنا عارفين هي معموله ازاي، وغاسلين ايدينا، ومتاكدين ان احنا منضفين ايدينا قبلها، من غير ما اقول لهم الحاجات التانية دي مقرفه وكذا. بس احيانا كتير بيقع في ايدي مثلا طريقه عمل الشيبسي في المصانع، وانه احيانا بيكون فيها حاجات مش نظيفه او كده، فمثلا افرجهم على فيديو زي ده، فيبقى انا كده وجهت بشكل غير مباشر. رضوى بتقول احنا مسمينها الممنوعات. اوكي. للاسف التاثير وقتي وبينسوا. ايه بالظبط يا منى؟ مش فاهمه سؤالك. طيب، لغايه ما منى تكتب بقى انا هكمل الجزء الاخير النهارده. المصروف يشمل ايه؟ ايه اللي يفضل بره المصروف، وايه اللي يبقى جوه المصروف، ولو يعني ايه الحاجات اللي محتاجين يصرفوها فيه، وايه الحاجات اللي انا محتاجه ان انا اصرفها وتبقى بره المصروف بتاعها. المصروف يشمل ايه؟ يشمل الاختيارات الشخصيه اليوميه بتاعتهم، اكل خفيف من الكانتين، حاجه سناك مثلا، حلويات بسيطه، ده في حين ان انا مديهم اللانش بوكس بتاعهم يعني. تمام؟ وفي نفس الوقت ما ينفعش يسيبوا اللانش بوكس بتاعهم، ده اتفاق، ما ينفعش يسيبوا اللانش بوكس بتاعهم في سبيل ان هم ياكلوا الحاجه دي، لا، ياكلوا اللانش بوكس الاول وبعدين ياكلوا الحاجات التانية. اوكي؟ لعبه صغيره. تمام؟ مثلا شحن الموبايل، ده بالنسبه للولاد الاكبر شويه اللي معاهم موبايل. الحاجات دي كلها جوه المصروف. الحاجات المفيده مثلا اللي هم بيحبوها تبقى زياده، مثلا كشكول شكله حلو، كتاب عايزين يقروه مثلا وخلاص انا اوريدي مثلا كتبت لهم عاملين بادجت مثلا للكتب مثلا في معرض الكتاب واوريدي جبنا، فلو عايزين زياده انتوا ممكن تشتروا انتوا لنفسكم. فسحه زياده مثلا مع اصحابهم اوريدي، مثلا لعبه
مثلا انا ممكن اخليهم في ليهم خروجه مثلا في الترم، او رحله مثلا في الترم مع اصحابهم مثلا في المدرسه. لو الرحله التانية دي تبقى عليكم انتوا مثلا. هديه مثلا لاصحابهم، انا برضو مش هتحمل حاجه زي كده. ففكره ان هو يختار يصرف ايه، يصرف كام، وهكذا. تمام. تاني حاجه، ايه اللي ممكن بقى يكون بره المصروف؟ الحاجات الاساسيه، المصاريف مثلا لا قدر الله، الحاجات الطبيه، خروجه عائليه، الاكل الرئيسي مثلا في اليوم، اشتراك نادي او اشتراكات مثلا تمارين او كده، المستلزمات المدرسه، الاكل، اللبس والجزم وكده. الحاجات دي كلها هي بره المصروف بتاعهم. بس لو انا مثلا وليكن انا اشتريت حاجه مثلا المدرسه، او اشتريت مثلا جزمه مثلا المدرسه، وفي جزمه تانية عجباهم، خلاص هم يقدروا يشتروها، انا اوريدي اشتريت. او انا اشتريت مثلا كسوه الصيف، وفي حاجه زياده مثلا بنتك عايزه تشتريها، تقدر تشتريها من نفسها. يعني انا اوريدي لسه شاريه حاجات بالبادجت اللي انا قدرت ان انا اعملها. فاي حاجه بره الموضوع ده اللي احنا محددينه مع بعض تقدر تشتريه من نفسها. خلاص. طب هل لو انا ما خرجتش، او هو الولاد ما خرجوش، واحنا قاعدين الفتره دي في البيت ما بنخرجش او كده، او هما بيخرجوا معايا، اقول لا خلاص مش هديهم مصروفهم؟ ما انا بدفع فلوس وبدفع حاجات بره البيت. لا، المصروف اتفاق. هو بالنسبه لنا ده مصروف اتفاق. هو حتى لو قعد في البيت او حتى خرج معايا، فهو ما بيصرفش كتير، هو بيصرف وفقا للبادجت اللي انا حطاها. فهو زي المرتب بالظبط، هو حاجه بياخدها كل شهر، انا مديها له محددينها كل شهر. فما ينفعش شهر ما يكونش ما بياخدش. زي الشخص اللي عنده مثلا مرتب اساسي، هو لو حتى قعد في البيت المرتب الاساسي بينزل له. فهو بالنسبه للولاد برضو المرتب ده هو حاجه تخص الالتزام بقى، سواء مني او منه، هو بقى قادر ان هو يديره بشكل هو عايزه. اخر نقطه بقى عشان دي نسيتها، هل ينفع ان انا اعاقب بالمصروف؟ فمثلا عشان عملت كذا ما انتش واخد مصروف النهارده، او مش واخد مصروف الاسبوع ده، انت تضرب اخوك، طب انت مش هتاخد المصروف ده. الفكره انه ده مش طريقه صحيه. ليه؟ ولا يفضل تماما. طب ليه؟ لانه بيخلينا او يخلي الولاد يحسوا ان هو وسيله للتحكم فيهم، مش حاجه هو المفروض هو ياخدها، او حاجه هي بتاعته، او حاجه تخصه. تمام. بيزرع جواه قلق بخصوص الفلوس، او خوف ان هو يبقى طول الوقت بيتحرم من الفلوس. بعد شويه بتربي عنده فكره انه خايف يفقد الفلوس، او خايف ان هو ما يكونش معاه فلوس. وده يخلي الطفل اللي هو من شويه كنا اتكلمنا عليه، الطفل اللي هو اللي بيوفر بزياده، يبقى ماسك في الفلوس اكتر، لانه حاسس بقيمتها بزياده، لانه كل شويه يتحرم منها. فيبقى بالنسبه له حاسس الفلوس دي حاجه مهمه قوي. طيب لو انا عملت كده كمان، بعد شويه هيبقى بالنسبه له عنده حاجه من الاثنين لما يكبر، يا حرمان زائد فيبقى طول الوقت حاسس انه محروم، فيبقى بيصرف بزياده، او استحقاق زائد ان هو حاسس انه بياخد فوق طاقته، او عايز فوق طاقته وان هو يستحق اكتر، فتعمل مشاكل مع الفلوس بشكل او باخر. فبلاش نعمل الحته دي. طب ايه الحل؟ انا مع مدرسه انه استخدمه في الاصلاح، فمن افسد شيء فعليه اصلاح. والله انا مثلا ابني مثلا وقع الريموت، تمام، بتاع الريموت بتاع التكييف مثلا مره، وانا عديتها واقول له خلي بالك. تاني مره حسيت فعلا انه اهمل او وقع عليه ميه، فبالتالي انت محتاج من مصروفك تجيب لنا واحد تاني. ابتدي اساعده، ابتدي مثلا ممكن من وقت للتاني اقوم مثلا ايه زي ما قلت اعمل له حاجه في البيت، عشان تبقى بدل ان هو مصروفه صرفه فمش هيقدر يشتري. ابتدي بعد شويه مثلا تبقى مناسبه فاديله فلوس ازيد شويه، اساعده بشكل اخر. لكن لازم يحس انه جزاء من جنس العمل. فانت بالنسبه لك هو بوظت حاجه بفلوس، انت مش مقدر النعمه دي من غير ما اتكلم كتير، فهو هيحس بقيمه الموضوع ده. فاكره موقف ما كانت رؤى اصغر شويه، تقريبا كانت 8 9 سنين تقريبا، اللابتوب وقعت عليه ميه، وده كان اللابتوب اللي بيستخدموه في الكورسات بتاعتهم وكده. رحنا عشان نصلحه فلقيناه تقريبا هيتكلف 1000 جنيه، وكان ساعتها طبعا مبلغ، الكلام ده من 7 8 سنين يعني. ف فقلنا لها ده وقع ازاي، ده ايه اللي حصل. فانا كنت بشرب كده وما اعرفش ايه، وما اعرفش رايحين ضحكني، فانا وقعت الميه. طب هل ده كنت شايفه ان ده يعني غصب عنك، ولا انت حاسه ان انت كنت ممكن تعملي حاجه عشان تتفادي ده؟ قالت لا، انا فعلا كنت بتدلع، وكنت المفروض ابعد شويه ومش عارفه ايه بتاع. يعني انت متوافقه معايا ان دي غلطتك، طيب هتصلحيها ازاي؟ طب هنشوف دلوقتي ازاي ممكن يتصلح، وهيتكلف كام،
وللاسف انت محتاجه تعملي ده من المصروف بتاعك، لان هي غلطتك، فمن افسد شيء فعليه اصلاح. فانت هتشوفي ده هيتكلف كام. طب انا كنت محوشه فلوس بس كنت عايزه اشتري حاجه مش عارفه ايه، لا يعني انا حاسه بيكي جدا وكل حاجه وهنقر المشاعر، بس انت محتاجه تصلحي ده. ابتدت ان هي تعمل ده. بعدين جه العيد فاديناها عاديه بزياده شويه، وجينا مثلا على اخر مبلغ احنا خليناها تقسطه طبعا على كذا شهر من مصروفها يعني، فعلى شهور كتير. وجت عيديه العيد برضو ابتدت انها تدفع منها، فابتدينا نقول لها ان اخر قسط ده خلاص احنا متنازلين عنه عشان هي كانت ملتزمه. وجينا احنا مثلا في العيد رحنا شارين لها لعبه، قلنا لهم تعالوا بقى انتوا تشتروا عشان انتوا مثلا صمتوا رمضان السنه دي، وتعالوا هنكافئكم بان انتوا هنجيب لكم لعبه زي ما انتوا عايزين، اختاروا اللعبه اللي انتوا عايزينها. فاحنا عملنا الموضوع بشكل مختلف، او احنا يعني اتصرفنا بشكل مختلف، كافئناها بشكل مختلف، بس في نفس الوقت هي شارت الموضوع ده. ففي مره كنت داخله عليه بدل ما كانت داخله يعني قاعده على اللابتوب وكده، وانا خلي بالك يا رحيم ما تشربش جنب اللابتوب. فمن ساعتها وهي بتحافظ على الحاجه جدا، بتخلي بالها من الحاجه جدا. فلو انا كنت خليتها تصلح او ما خليتهاش تعمل ده، بعديها مش هتبقى حاسه بقيمه الحاجه قوي. وبالنسبه لها طبعا 1000 جنيه ده كان مبلغ كبير جدا جدا بالنسبه لها. فالفكره ان انا الموضوع يبقى صحي ازاي لما نربط السلوك بالفلوس. لو هي مثلا افسدت حاجه فجت تعملها، لكن ما تبقاش حاجه مثلا ضربت اخوها فتحرميها من الفلوس، لا هو حاجه تبقى ليها علاقه بالموقف نفسه، تبقى عاقبه للموقف نفسه. كسرت حاجه معينه مثلا ما خدتش بالها منها، او حذرناها كذا مره خلي بالك من الحاجه الفلانيه وهي ما عملتش ده، فنبتدي ان احنا ايه ناخد او نقتص من المرتب بتاعها او من المصروف بتاعها. طب لو حسينا انه ده مش حاجه يعني طارئه عليها، وان هي دايما بتحافظ على حاجتها، بس في مره حصلت خلاص قدر مش هفعل، خلاص ما حصلش حاجه واحنا هنتفادى عن الموضوع ده او نتغاضى عن الموضوع ده دلوقتي وقدر مش هفعل، وهكذا. ففكره ان الحاجه مش متكرره بقى، او فكره الحاجه ايه انا حسيت ان هي ما اهملتش، هي فعلا وقعت قدرا كده منها، فخلاص يعني قدر مش هفعل والموضوع خلاص حصل. واحنا بنقدر نحكم الولاد بيعملوا ده بشكل متكرر، فاحنا حاسين ان هم مهملين وبيضيعوا حاجتهم، مثلا بيضيعوا ادواتهم في المدرسه كتير، فبعد كده خليهم هم يشتروا من مصروفهم الاقلام والحاجه اللي هم عايزينها. تمام، لان انا جبت كذا مره والحاجه للاسف ضاعت، فانا مش هقدر اشتري اكتر من كده. تمام. طيب حاجه تانية برضو احيانا بتبقى الموضوع محتاجين ناخد بالنا منه في موضوع المصروف ده، ان الموضوع ما يبقاش يعني انت غلطت خلاص مش هشوف فلوس بقى، ان انا طول الوقت بحس ان انا مهدده. الموضوع يبقى عشوائي ملوش سيستم معين. يعني احنا مثلا حاطين قاعده في البيت اللي هو من افسد شيء فعليه اصلاحه، فلو حد بوظ حاجه هيجيب مكانها، خلاص دي قاعده في البيت. لو عشوائيه بقى اللي هو فجاه عاقب وفجاه ما عاقبش، العشوائيه دي بتقلق الطفل اصلا، بتخليه عنده انعدام امان، ويخليه كمان حاسس ان هو مش متحكم في الحاجه اللي هي مفترض بتاعته بشكل كافي. خلاص. والنقطه الثانيه فكره الاذلال بقى والمقارنه، ان انا ابقى بذله بالمصروف ما انتش واخد، طب خلاص ما عملت كده ما انتش واخد، فده طول الوقت حاسس انها اداه للذل مش حاجه ثانيه. فمهم قوي ان احنا نبقى بنركز في انه دي حاجه تخص الولاد، ان انا لو عملت ده وان انا ذليته، وان انت ما تستاهلش، وان انت ما تستاهلش الفلوس اللي انا مديها لك، وان انت ما تستاهلش المصروف اللي انا مديهولك، طول الوقت هيكسر ثقته بنفسه، وهيخليه دايما عنده افكار سلبيه عن نفسه وعن عن الفلوس كمان. خلاص. فدي كده بالنسبه للنقاط اللي احنا اتكلمنا فيها. يعني بتهيألي دي كل النقاط. حابه اسمع اسئلتكم لو حد عنده سؤال. لو حد ما عندوش سؤال يكتب لي ايه اكتر حاجه ناوي ان هو من النهارده يطبقها مع اولاده في المصروف، او في اللايف بتاع النهارده، يعني حاجه عجبته حاسس انه فعلا هيطبقها من النهارده ان شاء الله. يلا بينا نقرا كده النقاط دي. تيسير بتقول الوعي المجتمعي واستخدامها في التبرع والاستقلاليه. تمام، دي اكتر حاجه لفتت انتباهها. تمام، حلو قوي تيسير. بلا افسد شيء فعليه اصلاحه، وابني 7 سنوات خلاص اي حاجه هتكون مني هصلحها. هل ده مش فاهمه، انا مش فاهمه سؤالك يا اسماء، هو ده سؤال اصلا ولا تقصدي ايه؟ هل ده نريد؟ مش فاهمه الكلام، بس انا شرحت يعني شرحت بمثال، فلو انتي سمعتيه يعني شرحت ازاي ممكن نعمل ده.
قولي لي لو انت عايزه توضيح اكتر، بس وضحي لي عايزه توضيح في ايه بالظبط، مش فاهمه قصدك. كده ما حدش عنده اسئله؟ عشان ما نطولش اللايف، بقالنا ساعتين متخيلين، احنا هنا من الساعه 12 والساعه دلوقتي 2، فيا صبركم والله. شكرا ان انتوا استحملتوا لغايه هنا. اوكي، لو الاسره عدت بظروف صعبه مثلا واضطرت الاسره تقلل او تصرف او توقف المصروف لفتره، ازاي نقدر نوصل لهم الفكره بكل حب وتفاهم؟ انا كنت كاتبه حاجه عن الموضوع ده يا سلمى، ممكن بعد ما اخلص احطها لك، وكنت بتكلم ان هل نشرك الطفل في الظروف الماديه او في الظروف يعني اللي بتحصل للاسره. فاعتقد انه هيبقى احسن انك تقريه، لان انا مش فاكره مسجلاه لايف، مسجلاه ولا كنت كاتباه، أنا مش فاكره بصراحه. بس هحطه لك، يعني هحط لك اللينك. عجبني لما تسألي انتي حاسة انها غلطتك، ودايما الاسئلة اللي بتسأليها للولاد بحبها. شكرا يا سحر. كنا مستمتعين والله كتير. الحمد لله يا سلمى، مبسوطة انها عجبتك. مستنية تلخيصك بقى يا سلمى، عشان تلخيصك بيبقى عارفة كله ابداع كده وكله عارفة حاجات، فبحبه قوي، فبيحطيهن. طب الحمد لله ان هو عجبكم. ماشي، هحطلكوا لينك اللايف بتاعي انا وسارة، كان اسمه عقلية الثراء، ان شاء الله هحطهولكم. وكمان في كورس كنت خدته على منصة بناء بتاع دكتور هيثم وباشمهندس باشمهندس محمد علي، كان بيتكلم على الوعي المالي للاطفال، وفعلا نور معايا كذا حاجه، بس هو كورس مدفوع، هكتبه لكم ان شاء الله، هحط لكم اللينك يعني، وهحط لكم كمان عندي كود خصم على بناء، فممكن تبقوا تستخدموه لو انتوا حبيتوا تشتروه يعني. بس ظريف قوي كمان، هم عاملينه بطريقه جرافيكس وكده، فكنت بتفرج عليه انا والولاد، فحبيناه جدا يعني. ماشي يا سلمى، خدي وقتك لو انت حابه يعني، مش اجبار خالص. طيب بتهيألي كده مفيش اسئله. انا بتهيألي جاوبت على كل الاسئله، انا اصلا خدت الاسئله بتاعتكم وجاوبتها، فاتمنى كده يكون محدش عنده اي سؤال ولا صغير، اكون غطيت الموضوع من كل الجوانب. وممكن تكتبوا لي لو حابين لايف المره اللي جايه، يعني بحاول ارجع شويه شويه، فلو عايزين لايف المره اللي جايه تحبوه عن ايه، نبتدي نجمع برضو الاسئله بتاعتكم كده، ونجمعها من كل الجوانب، ونشوف هنعمل ايه ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير عشان مطولش عليكم اكتر. وان شاء الله هحطهولك هنا يا منى الكود واللينك وكله، عشان بس ما نسحمش جروب الواتساب، ولو عايزاه على الواتساب ممكن تبعتيلي بقى خاص وابعتهولك. اشوفكم على خير، اتمنى يكون فعلا اللايف فرق معاكم. معلش اتاخرت عليكم النهارده شويه، لان كنت مصدعه قوي اصلا، ما كنتش قادره اطلع، فكنت بحاول افوق نفسي باي طريقه عشان ما الغيش. كنت حاسه ان اللايف ده في حاجه بقالي كتير عايزه اسجله، بس حسيت انه كان هياخد وقت طويل، فما كانش عندي حماس اسجله لوحدي، فشكرا ان انتم موجودين شجعتوني ان انا اسجل اللايف كامل. اشوفكم على خير في لايف جديد، اكتبوا لي كل الافكار اللي انتوا عايزيني اطلع فيها لايف، و سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.